طبعا. سمي دوس على طول. ايه اسمك ايه؟ انا كده بكتب اسمك وبحطه في بورتفوليو وبعمل الكلام ده كله، بس قوله كده عشان نحس ان احنا في برنامج. ماشي. انا مهند حسام. أيوة. انا 3 دي جنراليست وارت دايركتور. بشتغل في الاعلانات بقالي بتاع 8-9 سنين مثلا. يعني العمر بيجري يا ابني. وايه بقى؟ بدأت امتى؟ بدأت في 2013. عملت ايه عشان تبدأ بقى؟ بص بقى يا سيدي، انا انت اصلا عندك كام سنة؟ انا حاليا عندي 31. ماشي. فانا ابتديت بالصدفه اصلا. يعني انا ابتديت في هذا المجال كده انت اصلا خريج ايه؟ انا خريج فنون تطبيقيه. فنون تطبيقيه. انت كنت مع محمود رفعت في المعهد؟ وتعرف طه بيلي؟ طبعا. طيب ما الشباب دي كلها لنفس المعهد. هذا المعهد نطلع اجيال. يعني فاهم حاجه. وانت من وانت صغير اصلا كان الموضوع ده في دماغك يعني؟ لا خالص. طب ما دخلت تطبيقيه ليه؟ هقول لك. هو انا بص، انا جيت في ثانوي انا كنت بلعب كوره اصلا يعني. كنت في دماغي بس هو موضوع الارت ده في العيله من فاهم ايه من زمان قوي. ابويا وامي الاثنين فنون جميله اصلا. فانت بترسم مش واخد بالك. انا فاهم اللي هو ايه، انا بشوف الحاجات وهي بتترسم من وانا صغير، ما جربتش ارسمها، بس هي فاهم ايه، بس هي جوه في السب كونشس. بس انا هلعب كوره لحد بس ما ترسمه وانا هلعب كوره. لغايه ما جينا في ثانوي كده ايه، ابويا بقى ما كانش عاجبه فكره الكوره دي. انت كنت بتلعب كوره؟ ودخلت الناشئين وبتاع ومش عارف ناشئين اهلي. والله والله كنت بلعب بروفيشنال يعني فاهم. كان في اوفرز حلوه وكانت الدنيا رايحه في سكه كويسه يعني. طب وليه ما كملتش؟ هو ما كانش مقتنع ان الكوره فاهم اهم من التعليم يعني. طبعا هو بيندم دلوقتي، بس طبعا كان زمان راكب فيراري دلوقتي. مش مركز في اللي حصل ولا ايه يعني. سبحان الله بقى اقدار فاهم. عشان نسي فرصه للعيله الثانيه تلعب يعني. كنت لعب سترايكر ولا كنت بلعب فين؟ كنت بلعب صانع العاب. ده انت فنان بقى. فنان في الملعب. رسام ستيت بقى وبتاع وفاهم ايه ده. فبس فالموضوع. لعبت هنا عندك كام سنه؟ لعبت لغايه ما كان عندي 16 17 سنه يعني. 17 سنه كنت مع 17 دي خلاص لعب كوره يعني سنتين وتنزل فرق وخلاص. وكانت الدنيا والله ماشيه كويس يعني. كانوا بيقولوا عليا ان انا لعيب كويس يعني فاهم. بس الحمد لله بقى. الرندر دلوقتي بترندر الحمد لله. مخدرات بقى. بس فدخلت فنون تطبيقيه يعني. جيت بعد ما خلصت الثانوي، نفسك تخش ايه بقى فاهم. مش عارف اصلا يعني. عندكم ايه؟ بالظبط. فانا ايه عارف فنون جميله عشان ابويا وامي، فانا اخش فنون جميله فاهم. فمجموعي تقريبا ما جابش ولا ايه حاجه كده. اخش فنون تطبيقيه. طيب ماشي اطبق فاهم. فطب ايه فنون تطبيقيه دي بقى فاهم. قعدت افتكرت فنون تطبيقيه ده ايه ده فاهم يعني. معهد لاسلكي ولا لا اي حاجه بقى عشان كلها كبيره يعني. اي حاجه خلاص بقى. صاحب ميس اعتماد والموضوع يتلم على كده. بالظبط فاهم. لو ما تخيلتش ان هو يعني ايه، ان هي فنون تطبيقيه وفنون جميله. الفرق بينهم ايه؟ ان في ناس كتير مش فاهمه ده. فنون تطبيقيه الجانب العملي بتاع الفن. فتلاقي كل الاقسام فنون تطبيقيه اقسام بتاعت اقسام بتاعت التنفيذ، اللي هو انت ازاي تاخد بقى الكلام ده تعمله في الواقع فاهم قصدي. فنون جميله فيها اقسام تانية اللي هدف منها جماليه فقط يعني فاهم. بالظبط. قسم تصوير زيتي، واحد قاعد يرسم لوحه زيتي. انت دعوه بقى. سيبوه 20-30 سنه وما يموت هيبقى غني يعني. هنبيع لوحه بقى ونقول ان هي نادره والموضوع يمشي. والله حاج غني في الستينات كده اتعوض. والله. وقسم نحت تلاقي دي نحت وبتاع فاهم. نحت من اجل النحت. يعني فمحمود مختار قاعد في الاتيليه انت فاهم. فهم عندهم جوانب. احنا عندنا الجوانب مش كده، اللي هو في فلوس هنقبض يا باشا مش شغلانه دي ولا اذا خريج فنون تطبيقيه موجود فتلاقيهم كلهم مقاولين يعني. مفيش فنانين في بياخدوا مرمات مش جدا بقى. مش عايز اقول لك يعني. بعدين انا اصلا كنت في قسم ديكور. فاللي هو قسم المرمات. مرمات حقيقيه. قسم المقاولين فاهم. فالعيال يا عيني بيطلعوا فاهم حراميه فاهم. كيف تنصب بالفن.
بالظبط فاهم. بدل الخشب حط بلاستيك فوق تمشي معاك عادي مش هتبان في الكاميرا. والله لا شبان في الكاميرا ولا تاخد شبان في الكاميرا بس هبان بعدين بقى لما فاهم ما يقع مزيد. تلاقي البيت رايح بيك يمين كده فاهم. فلا الفنون التطبيقية جميلة طلعك صنايعي محترم. بالظبط اه والله يعني كانوا بيقولوا علينا نجارين في الجامعة. هي بس انت رايح ايه بص هي برضه فيها تفرقة عنصرية بنت كلب. يعني في عيال مثلا ايه تلاقي قسم جرافيك تلاقي رايح بفلاشة كده الصبح فلاشة فاهم. هو عمل كل حاجة في الباص وهو جاي فاهم. وانت رايح بقى ايه تنتري بنتين شايل بقى فاهم خشب ولوح وبتاع. مشروع التخرج كان 17 لوحة نصيبيان فاهم. ورايح بقى ايه نايلهم على نص نقل اصلا. والله ده بجد والله اللي هو انت محتاج يعني حاجه توديك فاهم اللي هو مش جيب الدكتور اسهل. بالظبط. بعدين كانوا بيعاملونا معامله وحشه قوي لو انت مثلا فاتك الجامعه كانت في اكتوبر فلو فاتني الاتوبيس وراح مواصلات فسواق الميكروباص يبص لك كده ايه اللي انت طالع بيه ده يا كابتن طلع له بتاعك لا معلش يا عم انا طالب غلبان والله انا عندي تسليم معلش وهروح بقى اروح اكتوبر بتاكسي بقى فاهم انت اللي هو فاهم مصاريف السنه كلها مر. فكانت فاهم يعني لا قسم الديكور كان سخيف بشع. كان اختيار مش موفق الحقيقه. كان اختيار اصلا كان لابسه حيطه كده بالظبط. بس هي عارف اتحسبت كده اللي هو ايه انا كنت بعرف ارسم. يعني انا ابتديت ارسم قبل ما اخش الجامعه. يعني مثلا في 2005 كده ولا حاجه كنت ابتديت ارسم. بقيت ارسم ايه برسم بقى ايه البنات اللي في الفصل اكل عيش. فاهم. انا كنت ممكن ابقى غني بسبب الحوار ده انا في المدرسه. ايوه والله ارسم كات وومن 50 قرش طب افكر في الموضوع. انا كنت برسمهم لبلطجي الفصل الولاد الضخم ده فكان بيقول لي حاجه رسمها برسمها على طول من غير ما افكر على طول. حاضر يا باشا. انت تلاقي واحد مثلا ايه مصاحب واحده طب ارسمها لي بتاع فدي كانت اروش حاجه تتعمل في الكليه في زمن السوني اريكسون فاهم. من نغمات ما كانت كود الموضوع نهار ابيض الواد رسمها وهو قاعد انت عارف كانت حاجات كده فاهم. بتاكل عيش برضه بس كانت انجازات والله كانت حلوه يعني. طبعا ليها متعتها والله. يعني لسه لغايه النهارده في ناس والله باليوم فاكرين الحاجات دي. هتلاقيه باعت لي الصوره كده اللي بقى بص خبيها فاهم. ما تقولش لحد ما تقولش لحد بقى اللي عمل لك كده فاهم. فلما جيت دخلت الجامعه كنت بعرف ارسم يعني او قبل ما اخش اللي هو ايه طب انت بتعرف تعمل ايه والله انا بعرف ترسم حلو جدا. الله يكرمك. والله عارف ازاي ترسم كده بحقد عليك حقد. الله يكرمك يا راجل انت بتحقد عليا. والله لا انت ما تتخيلش يعني انا بقعد كده وانا بفر في الموبايل 3 دي بسم الله ما شاء الله هتنطق الوليه باتمان وسوبر هينطقوا في بعدين ابص تنزل ستوري رسم اللي هو ليفل اللي انا المفروض اوصل له مش هوصل له عارف اللي هو يعني لو كمان بترسم الله بيزلع ابعدي عليك بقى يعني الغير اللي جوه بيشيط ربنا يكرمك. بس فهي ساعتها فاهم ايه الموضوع الرسم ده اللي هو طب انت تخش ايه قال لك فنون تطبيقيه هي دي تخش فاهم. فدخلت فنون تطبيقيه طب خش ايه ده خش بقى قسم ديكور تطلع مهندس بقى لان انت ايه مفيش حاجه هنقول ان تبقى مهندس هتبقى ظابط فاهم. مفيش حاجه تاكل عيش عشان تشتغل فاهم. اي متوى بالظبط. فتخش لي قسم جرافيك لا مش ما هو في حاجات كانت ساعتها برضو ايه خد بالك يعني انت بتيجي تقول مثلا اخش قسم جرافيك طب اشتغل ايه الفكره السؤال ده بتاع هشتغل ايه ده ما كانش ليه اجابه ساعتها. يعني كانت الفكره اللي هو يعني هتشتغل ايه فانا اساسا قعدت فتره بقنعهم ان انا بشتغل. جدعان الله فلوس هيقبض والله شايف الكارت ده بشتغل كويس والله وبقبض وبتاع والدنيا حلوه يعني. فانتوا يعني فاهم. بس ماما لدرجه ايه انا فاكر في اول ما ابتديت كده وبتاع كانت تعمل لي ازاي اول ما ابتديت فريلانسنج تقول لي طب يا ابني طب ما تشتغل مهندس في شركه كده الصبح وبعد الظهر يعمل 3 دي بعد الظهر 3 دي يعمل بعد الظهر انت مش وقت حاجه والله يعني كان بودي بس هو الموضوع بياخد وقت. لا وماما خريج فنون جميله انت فاهم يعني مش مقتنعه المفروض ان هي فنانه يعني مش مقتنعه الليله وبتاع لا ما فيش لا انت بتهزر قاعد لي على الكمبيوتر ده النهار يلعب جيمز والله مسخره. فهي كانت يعني ساعات لما ابتديت كانت شويه الايه المعلومه بتاعت الكارير نفسه مبهمه بالظبط مفيش ما حدش فاهم. بص ما كانش السوشيال ميديا لسه زي دلوقتي فالناس نفسها اللي شغاله في المجال ده ما كانتش على السوشيال ميديا
ايوه صح. فما فيش الكوميونتي اللي يقول لك والله بص يا معلم احنا هو بنعمل كذا وفي شركات وبتاع. فتلاقي دليل حد نجح انجح زي حد فشل افشل زي اعمل اي حاجه زي اي حد. مفيش. بالظبط. أيوة. فانت كل اللي انت يعني كان كل معلوماتي عن الجرافيكس ساعتها الجيمز بقى اللي بنشوفها او اكيد حد بيعمل الكلام ده، فانا اكيد في حد ورا الكواليس. يعني الكلام ده هو عامل ازاي، مكتوب كيبورد يعني. بالظبط. فلما دخلت قسم ديكور وانا في سنه تانية كده بقيت لسه مش عارف اعمل ايه، فناس صحابي كده بالصدفه قال لك ايه تعالى يا معلم ناخد كورس 3 دي ماكس عشان مشروع التخرج وبتاع نعمل مناظير. معهد النظم ولا لا المركز الثقافي الروسي. معهد النظم بتاع القوات المسلحه. تخفيض بمناسبه فاهم مش عارف بوتين مش عارف حصل له 70% والله وخسروا فيك كورس عليه كورس هديه. بالظبط فاهم. فروحت كورس كده كان شهر وربع عارف. والله العظيم كان كورس مدته غريبه قوي يعني اول مره اشوف كورس شهر وربع اللي هو شهر واسبوع فاهم. فايه لا فايدته الاسبوع مش مهم هنعلم فيه القلم الاحمر كده نشوف انت عملت بالظبط. فروحنا ايه عشان نتعلم 3 دي عشان نعمل المناظير بتاعه الشغل بتاع المعماري والحاجات دي. وانا هناك فاهم يعني حسيت الموضوع ده لا الموضوع ده يطلع منه حاجات احلى من الهبل اللي احنا بنعمله. هو الراجل قاعد ناكل عيش ورا الموضوع ده جامد يعني. بالظبط. انا ركزت بقى نورت كده في مخي كده. هو الراجل عمال ايه يعني انا كنت بتخانق بصراحه من الانتيريور. يعني الريندر بتاع الانتيريور مش من الحاجات ممتع انك تتفرج عليها خالص. ما بصيتش انا فتره في حياتي كنت بعمل 3 دي اللي هو كنت برضو خدت كورس 3 دي ماكس معهد النظم، بس معهد النظم ده جنب رابعه بقى عشان جنب البيت فانا مش هتمرمط يعني. ايوه. وكنت شغال في شركه جرافيك وكنت بعمل عارف كان في حاجه زي المعارض كده فيقول لك انت اعمل لي بوث. البوث ده بص الشغلانه الرسميه لاي حد بسم الله الرحمن الرحيم 3 دي بالظبط. فانا عملت ريندر مره الثانيه الثالثه سبت الشغل. الموضوع ده مش بتاعي يا جماعه مش دي والله. والجهاز ما كانش فاهم هو بيعمل ايه يعني. هو بيقول لي انت عايز ايه يعني انت ليه بتدوس على الزرار اللي بيتعبني ده. فانا قلت له بص انا لا تعبك ولا تتعبني انا المنطقه دي مش منطقتي وجريت بعدها. انا ما فهمتش بقى ان في بعد كده يعني. انا مش هفضل واحد يعمل بوسات انا يا عم ترص الكراسي اي رصه وتحط اي يفط انا مالي انا مش قصتي. هي عارف هي شغلانه يفط بس يعني ايه يعني اللي هو بريندر يعني كرييتيف شويه يعني فاهم. تحط له 200 كده ولا علبه عصير على شكل انسان فاهم. اي حاجه تبيع علب العصير اللي عندنا فاهم. فبس اسمه ايه كنت بقول لك ايه كنت انت شفت ان هو يطلع منه حاجات اكتر. فبس فهو الراجل فضل بقى يقول لنا على الحاجات اللي ليها علاقه بالانتيريور. يعني هو الراجل ايه اللي عارف هو بيجس نبض الزبون الاول. العيال دي جايه ليه؟ القسم ديكور بس خلاص 3 دي ماكس المعماري فاهم وعامل لك كده على الاوضه دي. فانا نفضت له وبقيت بقى في البيت ايه اقعد انا اتست واجرب وبتاع. كان ساعتها برضه الايه يعني اقول لك حاجه هي اجيال عارف انت. يعني احنا مثلا انا في الفتره اللي انا فيها دي كان الفيسبوك مثلا بقاله بتاع 3-4 سنين مثلا بس. فاليوتيوب كان لسه عليه بقى الاطفال اليوتيوب كان لسه الناس بتصور ب 6600 ايوه عارف اللي هو وهنود بقى على باكستان انت مش فاهم اللي بيتقال جوه. بالظبط. ومفيش حد بيجيب سيره المجال ده يعني لو مفيش اي معلومه مش موجود اصلا. والله العظيم اللي هو نفسي حد بس يقول لي حاجه ادوسها فاهم انا بعمل ايه. فكانت المعلومات محدوده بس كان ممكن يعني ايه تمشي نفسك. في ناس بقى اكبر مني شويه بيحكوا لي اللي هو بقى ايه عارف ده انا خدت بقى ايه تاكس رحت مدينه مش عارف ايه عشان اخد اسطوانه عليها. ايوه ما كانت معلومات اسطوانات زمان بالظبط. كنت بتنزل مع مجلات كده سوق العصر. ايوه لغه العصر. ايوه انا حضرت لغه العصر بس يعني ما كنتش لسه اعرف ان بيتعمل بيها ايه. انا معايا سيديات بس ممكن في البيت والله عندي كرتونه في البيت اعتقد فيها الكلام ده. بس انا كنت باخد منها الجيمز. انا كنت باخد منها الجيمز كلها ديمو ديمو ايوه وانزل اجيب المكرك من السايبر واكل عيش. وفوتوشوب 7 فوتوشوب 7 ايوه ابو ريشه. ريشه اللي هي الخضراء دي العظيمه والعين كده. والله كانت انبهار. راجل عظيم والله. والله شوفنا رمى بالبرامج رمى يعني كميه مخزون فاهم. ما اعرفش احنا ازاي نشتغل دلوقتي ما يطلعش ابدا فن والله. اخرنا كانت الكروت دي البيضه اللي عليها الاسم والموضوع كان يقفل على كده بس فهو ايه قعدت ادعبس كده مع نفسي في البيت فاهم.
خلال يعني ايه، هقول لك حاجه حصل معايا موقف كده في الجامعه، هو يمكن هو ده اللي ساعدني ان انا افهم القصه دي رايحه فين، ان انا سقطت. يعني موقف عظيم الصراحه. والله عظيم بجد. والله يعني اقول لك حاجه، هو بصراحه هو التعليم، يعني انت مثلا تخش فنون تطبيقيه، ال- اولا التعليم بتاع الكليه نفسه تعليم اكاديمي. يعني ايه؟ يعني هو مش مواكب اللي بيحصل في السوق، هو ملوش بعيد عنه. دعوة. بعيد آه. عنه. يمكن انا مؤخرا من سنتين كده لاحظت ان ايه، يعني نزلت ادرس في جامعه كده اسبوعين ومشيت. ما استحملتش بصراحه، بس يعني شفت ايه انه يعني ابتدى يبقى فيه شويه يعني سيبنا للسوق. يعني انت الاجيال الجامعة الجديده. الألمانية؟ ايه؟ الجامعه الالمانيه. لا رحت ادرس في ITI. MSA. ماشي. تمام. جامعه في اكتوبر برضه. م-م. فبس هي الفكره ايه، يعني هو بسبب ان الانترنت النهارده مش زي من 7-8 سنين، فده مخلي العيال نفسها عندهم معلومات. عندهم نوليدج كويسه جدا مقارنه بينا احنا ساعتها. فاهم طبعا قصدي؟ اللي هو انت ساعتها مقطوع عن العالم. انت موضوع عن بره اوضتك مفيش معلومه بره. بالظبط. هو النهارده بيفتح بنترست خلاص خد خلاص. بكالوريوس. بيحضر دراسات عليا. بالظبط. بس هي الفكره ايه برضو، ان انت خد بالك يعني الوفره دي ما بتساعدش الناس ان هي تنمي الكرافت قوي، فاهمني؟ يعني بيطلع الوفرة نتائج دي بس بتخلي استعجال برضو، فاهم قصدي؟ انت بتطلع نتائج بتقعد بسرعه بس. فاهم قصدي؟ انت مثلا برضو التعب بتاع الكرافت ده بيفرق جدا، ان انت تقعد تقص جرايد وترسم منها وبتاع وتقعد تحزق، فاهم؟ الحزق ده شويه بيعلم برضه، طبعا فاهمني؟ ايوه صح. فالانبوت حلو مفيد للمخ، بس انت محتاج شويه وقت لنفسك من غير صح. من غير الرش بتاع صح صح. انت الinformation كده شرحت دي. كلام كتير. انا كنت هسألك اصلا الجامعة مفيدة ولا لا؟ هقول لك. الموهبة مفيدة ولا لا؟ هقول لك. ولا في حاجة اسمها موهبة ولا لا؟ لا في طبعا موهبه. ماشي. طبعا في موهبه. بص اصل هي بص اقول لك حاجه، انت لو اي حد يقول لك اصل مفيش موهبه واي حد يعمل اي حاجه، يعني ما تصدقش الكلام مفيش ده. حاجه اسمها كده. ماشي. يعني مستحيل. مش هتيجي. مستحيل اي حد يعمل اي حاجه، فاهم يعني؟ هم بيقعدوا يقولوا اصل هارد ورك هارد ورك هارد ورك. ماشي بس بعد ده الموهبه. يعني هو مش انت بص اقول لك حاجه، انا مثلا انا برسم، ولما رسمت ما تعبتش عشان ارسم ليه؟ لان هي بعرف ارسم. وراثه. ماشي. يعني انا ما خدتش وقت عشان افهم ازاي اعمل ده، فاهم قصدي؟ بكلمك بصراحه اللي هو ايه، يعني في ناس مثلا، انا اخويا ما بيعرفش يرسم، هو ما جاتلوش، فاهم قصدي؟ ما راحتلوش القصه دي، مع ان انا واخواتي الباقيين كلهم وابويا وامي وقرايبي كلنا بنرسم. مقطوع هو يعني بالظبط، مع ان محدش فيهم شغال في المجال ده اصلا، مش مهم، بس هي موهبه، فاهم قصدي؟ هي ملكه بالظبط. بس انت الملكه دي لوحدها بقى هتوديك في حته لا. فالهارد ورك يجي بعد كده بقى، فاهم قصدي؟ اللي هو انا بعد كده بقى نقعد نشتغل على الملكه دي ونطورها وتطور فكرك نفسه، لان هو الارتست فكر بعيدا بقى عن الموهبه. يعني ماشي انا بعرف ارسم، ده اللي معطلني. الفكره ده تعبني قوي والله يا استاذ. ليه يا عم؟ انا احب ارسم بس يا عم انت بتعمل حاجات فشيخه والله. لا تشغلنيش بالتفاصيل، انا احب ارسم بس. ما دي حلوه بس كده بقى، مفيش فكره، ما في هي فكر، هي جميله. لا والله لا، حاجات السكتشات بتاعتك بنت لذينه معبره فشخ. يعني انا بشوفها ببسط، عارف اللي هو الله خدوني معاكم. عايز اقعد بقى وسط الناس دي كده، فاهم؟ شوف بقى الموضوع رايح فين وجايين منين، واحنا مش عارفين بس قاعدين وخلاص. والله بالظبط، دي روح مش موجوده. يعني انت بتلاقي ناس، على فكره اقول لك حاجه، ناس كتير مش دارسه ارت وما عندهاش بقى الاحساس ده، ما عندهاش الاحساس ده، فاهم؟ فلما يعمل حاجه 3 دي تحس ان هي ميته، مصمطه. ايوه مصمطه. تمثال، هو يفضل تمثال. فاهم؟ واقف عامل تي بوز باشا. انت مش عامل كاركتر للبرودكشن، يعني انت مش هتسلمه الريجر بعدين، انت عامله ارت، فما توقفوش كده بقى يعني اي حاجه عادي، مش هيقول حاجه بالظبط. اديله يعني فين القصه، فين الحدوته، فاهم قصدي؟ فالناس بتنسى اوقات بسبب التركيز على التكنيكاليتيز، بس بينسى ان هو بيعمل ارت، ان هو انت بتعمل حاجه المفروض تحكي حدوته، تحكي قصه. دي نقطه مهمه جدا يعني بالنسبه لي. انت ممكن تبقاش احسن واحد في التولز، ما تبقاش احسن واحد في كمهاره، بس وانا قاعد بتفرج على شغلك انا بيوصلني حاجه، يعني في حدوته، في احساس معين، في وده اللي حصل معاك. يعني انت دلوقتي انت لما بتعمل 3 دي مثلا بيبان ان الراجل ده فنان اصلا. يعني انت الناحيه بتاعت 3 دي مثلا انا لسه بادئ فيها، مش مسيطر في الحته دي،
بس عشان انت فنان فانت عارف في ايه بابسط الاشياء هتطلع حاجه شكلها يخليك والله، بيقول الله حاجه، يخليك، فاهمني؟ الله يخليك، وانت اكتر والله. والله العظيم حبيبي يعني. مش عارف من فهي اصل عارف انت مثلا ايه، انا متعلم زي بروش كويس جدا بس ما اعرفش نحت اصلا. طب مش هطلع حاجه، فاهمني؟ فهي دي هي النقطه دي شويه يعني ايه، نقطه الناس ما بتاخدش بالها منها بسبب كميه النولج التكنيكال. ايوه فاهم قصدي؟ دي نقطه لازم نفصصها. لان يعني انا شايف ان هو العلم كتير قوي 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 قوي، بالظبط. بس انك ازاي تطلع منتج من العلم ده ماسك نفسه يبقى فعلا حقيقي، ده مش موجود بالظبط. كتير. هو اللي بيخش بيبقى هوكت قوي بالتكنولوجي اللي هي اصلا بتتغير كل يوم، وبينسى الفاندمنتالز بتاعت الارت اللي هي ثابته من ايام الفراعنه. هي زي ما هي نفسها شنفتي. فاهم قصدي؟ هو يا معلم المنظور منظور هيفضل منظور، مش منظر، مش هتمنظر عليه هو كده بس. بالظبط. ففكره ان حد يخش من غير الفاندمنتالز بتاعت الارت دي، هي دي اللي بتعمل الفجوه بين اللي شغال في الناحيه بتاعت الفي اف اكس وبين اللي شغال في الناحيه بتاعت الارت. فاهم قصدي؟ صح. النقطه بقى بتاعت ايه، حته الدراسه، ان انت الدراسه مفيده ولا لا. هي الفكره ايه، هي مفيده بس at a certain extent يعني اللي هو يعني ايه، يعني عند مرحله معينه. يعني مثلا انت فنون تطبيقيه المفروض البكالوريوس يبقى سنتين، ما ينفعش يبقى 5 سنين. 5 سنين دي اشغال شقه، تضييع وقت. تضييع وقت. انا بقول لك هي السنه اللي انا سقطت فيها في الجامعه، يعني سقطت لسبب ملوش علاقه بالدراسه يعني. هو خلاف كده مع الدكتور، انا ما كنتش عاجبه، فاهم يعني؟ شكلي كده مش عاجبه. ايه اللي جابك هنا؟ والله هو يعني ايه يا ابني، انت ما شفتكش قبل كده، انت مش حاجات كده بقى. انا دكاتره الجامعه بتاعتي كلهم ما يعرفونيش من ساعه ما دخلت واتخرجت، ما حدش عارف ان انا في الكليه اصلا. والله كنت باخد مراتي ونخرج. انت عارف انا كنت دكتور سيتي ستارز، انا قاعد بتفرج على الافلام وناكل ونروح بس، ما بعملش اي حاجه ثانيه. والله جدع. والله انا كنت برضه بروح افطر وارجع. ايوه السيستم واضح. بروح افطر اكتوبر، فاهم؟ انا كنت حلوان، مدينه نصر حلوان برضه. ما ده مشوار ابن لذينه. مشوارين الجامعات كانت سفر برضه عشان نحكي نحكي بالطريقه. ده انا يا ابني كنت بروح 5 سنين حلوان، كنت بنام وانا سايق. انت دلوقتي بتركب السوبر جيت في ثانيه، بتدرس اونلاين يا كافر. اونلاين. اخواتي الصغيرين بقى، اخواتي اصغر مني بحبه حلوين يعني 10 11 سنه. فانا شفت موضوع الاونلاين ده عندهم بقى. انا مش فاهمه، انا حتى مش مقتنع بيه. لا وعدوا يعني. هو عشان اونلاين بقى ما حدش عارف مين فين واي حاجه. يعني هو تمام ولا ونجحنا وخدنا الثانويه العامه. يا ابني والله انا كانت ايامي الثانويه العامه كانت عزا يعني. كان في صوان ايوه، ناس قاعده بتعيط وناس بتمتحن، بنات وامهاتهم وعلى الرصيفه. بالظبط. ده دلوقتي الحاجات كلها ام سي كيو، فاهم؟ اللي هو 50 سؤال حلهم في مش عارف في ساعتين ولا ايه. مبروك يا معلم. ما اعرفش ازاي كده يعني. انا مش عارف هو الموضوع efficient قد ايه. بس بعيدا عن ده، يعني الجامعه ما ينفعش تبقى 5 سنين. خلينا نرجع سنتين واقلب. يعني انا بعد تاني سنه في الجامعه كنت خلاص، انا يعني انا تمام. استكفيت. انا تمام، مش عايز حاجه تاني. والله العظيم. اصل انت ايه يعني، برضه الجامعه مرهقه، ما كانتش حاجه يعني بسيطه. وبعيدا عن المشوار، هي كانت مرهقه كشغل. يعني كان فيها كميه رسم بجواش وباستل ومش عارف ايه وبتاع، كل حاجه بتترسم بالايد. فكان الكمبيوتر حرام في الجامعه. فانت يعني لغايه فين محتاج حد يقول لك كده؟ سنتين. فانت كده تبقى شربت الفاندمنتالز وشغلت ايدك وعملت كل حاجه كويس. الباقي استلم نفسك. الباقي بقى اتعلم بقى التكنولوجي بقى. يعني ما ينفعش التكنولوجي والسوق. بالظبط. ما ينفعش يبقى طالب مثلا في بكالوريوس سنه رابعه ساعتها يتقال له مثلا ايه، ان انت ما ينفعش تستخدم الكمبيوتر. يعني يا باشا انا هطلع اشتغل بايه يعني في مكتب هندسي النهارده لسه بيشتغل بترابيزات رسم مساطر ويناوي، تلاقي 5 مهندسين نايمين على بطنهم على الارض كده، مش هينفع يعني. ده في اوتوكاد من السبعينات. فاهم قصدي؟ فلا كانت الدنيا متاخره قوي يعني. فاهم قصدي؟ فهي كانت تخلص في سنه ثانيه ماشي، وبعد كده تنطلق. وانا كان حظي حلو النهارده. بس اسمك معهد سنتين، عارف يعني دي ما ايه المشكله؟ ما هو اصلا بره. انت لو طلعت بره هتلاقي دبلومه الارت هي كده سنه وسنتين. لا والله. دبلومه السينما سنه وسنتين. في دراسه في الجامعه اللي هي الدراسه اللي هي ال4 سنين وكده. بس مش هو ده مش ده الاغلبيه الناس بتروح. انا بروح الدبلومه اتحزق جوه السنه واطلع.
بس خلاص فاهم قصدي. ما نعمل كده والله. واماكن كبيره جدا اللي بتعمل ده، مش اماكن يعني ما تسالش بيها. ايوه احنا المفروض نعمل اللي كده. هو مثلا مكان مثلا يكون بيشغل الناس في الاندستري بره على اعلى مستوى، وشغالين في افلام هوليوود وناس يعني تقيله بيطلع جدا. صناعيه ممكن يعني. اللي هو بص في على ابوه بيضة يعني. هو ده يابا بتاع افنجرز اهو جبته لك. فاهم قصدي. ويطلع ناس في سنتين او سنه تمام دبلومه تشغلك في السوق وتبقى جامد ما نفتح جدا. لهم فرع هنا دول. يا ريت والله. والله. ده انا عايز اقول لك ده يفرق كتير جدا في السوق. بص اقول لك حاجه، في حاجه برضو حصلت يعني مثلا في عندك المعهد اللي هو بتاع الاي تي اي. المعهد ده مؤخرا خرج ناس كتير قوي شغالين في السوق. أيوة. اشتغلوا في السوق فاهم قصدي. يعني انا ابتديت اشوف منهم ناس دارسين حاجات ما كانتش متوفره لنفس الليفل ده من مثلا 10 سنين. واي تي اي ده مع الكليه بتدخل ولا؟ الاي تي اي ده حسب ما انا فهمت ان هو منحه بعد الدراسه. ايوه يعني انت من حقك تقدم تبقى خريج جامعه. ماشي. تقدم وهم يشوفوا بقى هي بس هي منحه مجانيه. يبقى هم يخلوا تطبيقيه سنتين وتاخد سنه مثلا اي تي اي كده انت ظبطت. وده كلام منطقي جدا على فكره. انا اوفر في الوقت العيل هيطلع شغال في سن صغير. وهقول لك حاجه، هو اصلا انت عايز يعني النهارده انت مثلا واحد في ثانويه عامه وخلصت وانت مهتم بالارت وبتاع، انت احسن حاجه تعملها ان انت تدور على دبلومه بره وتوفر فلوس الجامعه ومصاريفها. وما ما يغركش فكره ايه ان انا رايح الجامعه مثلا مصاريفها قليله شويه، لان انت لو دخلت فنون هتصرف كتير. هي مكلفه. علبه الروترنج بمليون جنيه دلوقتي. برضه مكلف البلد. يعني عندي واحده لو حد عيالي بالظبط علبه الالوان الجواش مش عارف بكام، الجنيه يطلع جنيه ينزل، دي ثابته مش ولا حاجه. بالظبط. فانت لا وفر يا باشا كل الكلام ده واطلع بره دبلومه كده سنتين وده احسن لك كشغل حتى كمستقبل بقى ان انت تبقى سيرتيفايد من البلد بتاعت الشغلانه دي. فيمكن ده يوفقك اسرع شويه ان انت تشتغل في وفرق الفلوس يعني مش بعيد قوي كده. فرق الفلوس لا مش لو انت حسبته اجمالا هتلاقي لا مش كبير خالص. يعني انت ممكن تقول اقول لك حاجه، هي الدبلومه بره دي مش رخيصه برضه. يعني انت ممكن النهارده بعد كل التحولات الرهيبه في العمله دي ممكن تلاقي الدبلومه دي مثلا ب 200,000 جنيه او اكتر. بس لما تيجي تقول مثلا ايه طب انا هصرف كام على التعليم في مصر؟ زيهم مثلا قاعده هناك ولا لا مش للدرجه دي 100 ما مثلا. اظنش مثلا هو كده هو بره اصلا هيتمرمط ويشتغل اللي هي بارت تايم ويقف سوبر ماركت ولا حاجه يقلب عيشه. بالظبط. هي الناس كلها هناك بتشتغل. يعني الناس هو مش هيعرف يعمل حاجه غير انه يشتغل زي بالظبط. طب والله العظيم حلو. انا شايف والله ان ده منطقي حتى اكتر من أيوة. يعني انت مثلا اصل انت هتلاقي ناس هنا. اقول لك حاجه، انت لو دخلت مثلا ابلايد ارتس في اي كليه خاصه مش الحكومه ومش المعهد اللي انا كنت فيه فاهم قصدي، اي حاجه من اللي هي 3 حروف فاهم قصدي. اللي هيحصل ايه ان انت هتلاقي ممكن السنه ب 80-90 الف جنيه وبتعلى بقى عن كده وانت طالع بقى فاهم قصدي. فده رقم لما تقول مثلا 5 سنين فانت دفعت ايه نص مليون جنيه. ليه بقى طلعت ايه بقى في هتقبض كام انت متخيل؟ بالظبط. محدش يعرفك. محدش يعرف ان الكليه دي موجوده اصلا. سيبك انت يقول لك احنا عاملين معادله مع جامعه حاجه فاهم تحت السلم. لا مفيش. هم بره لا اقول لك حاجه، هو بره هو طبعا يعني مهم ان انت تبقى اكاديمي او كده ممكن بتفرق شويه يعني سنه يعني بس مش دي النقطه الكريتيكال. مش دي النقطه الكريتيكال خالص. الفكره انت بتشتغل ايه واكسبيرينس بتاعتك ايه وهل انت فاليد اللي انت بتقوله ده كلام ينفع في البرودكشن ولا ده تهجيص. لان انا ممكن ابقى فنان فاهم بس انا مثلا مش فاهم بقى برودكشن، انا مش عارف البرودكشن بيمشي ازاي فمش هتعرف تشتغل. فلو شاطر يا حبيبي انت فنان جامد بس كده بس مفيش مكان بقى لازم نسيستمك من الاول. بالظبط. فهو عشان يضمن دي حاجه من الاثنين، يبقى انت اشتغلت في مكان هو يبدو ان المكان ده شغال برودكشن صح، يا اما انت درست في مكان هو عارف ان المكان ده هيأهلك صح. دي بتبقى نقطه ملفته. واقول لك حاجه كمان لما تبقى انت بره والاندستري بره والاماكن الحلوه اللي تشتغل فيها هي اصلا بره ده اسهل من انك تجيبها من هنا. طبعا انا اعرف ناس يعني كانوا في مثلا ايه كانوا خلاص شغالين في مصر اوريدي بقى لهم 10 سنين فاهم وسافر اخد الدبلومه دي بره وهو اصلا ده هو يروح يدرسها لهم فاهم قصدي. سافر بس حضر كده والله ده بجد ده موضوع حقيقي فاهم قصدي. يعني مش عايز اقول مين الناس فاهم بس يعني ده حصل فعلا. اللي هو راجل اكسبيرينسد جدا وفاهم هو بيعمل ايه وراح بره درس سنه مثلا عشان ياخد بس شهاده عشان يبقى جوه القصه دي بالظبط كده جوه المطبخ.
وفعلا وهو ده اللي حصل. واشتغل وكمل طبعاً، بره خلاص. والنهارده بوزيشن حلو جدا اللهم في صل مكان على كبير، النبي. فاهم حلو قصدي؟ جدا. فانا عايز اقول لك شوف، يعني انت حتى لو هو حد اكسبيرينسد جدا وشغال كويس جدا هنا وعنده 10 سنين اكسبيرينس، فاهم قصدي؟ ويعني داس البرودكشن كله من اوله لاخره، بس لا عادي هو راح قضى سنه هناك يتعلم كانه بيتعلم من اول وجديد، فاهم قصدي؟ وبس ووصل للي هو عايزه، فاهم قصدي؟ ما دي وهكذا. حاجه حلوه. وهكذا ناس كتير عملت ده، ناس كتير قوي. بس انت يعني انت دلوقتي عايز عيل يبقى فاهم، يعني واد في ثانوي مثلا دلوقتي يبقى فاهم الفكر ده، طبعا. وابوه وامه كمان متقبل الفكر. طبعا هي إن هو احلى حاجه هيرمي بقى ان العيل سنة انت ورا. تعمل ده وانت مثلا لسه 18 19 سنه دي، فاهم؟ يعني وقت الطاقه بقى كلها، فاهم قصدي؟ صح. لان انت في الوقت ده اظن انت ممكن تكون لو استغلته صح بتبقى يعني عافير بيبقى عندك قدره ان انت تقعد تفهم هتروح بعيد، هتعرف توصل بعيد قوي، يعني انت على بالظبط. 30 هتبقى في ليفل رهيب. بالظبط كده، بالظبط. انا معتقد كده. فلا الفكره دي يعني لو بقت موجوده اظن ده هيفرق في السوق نفسه، فاهم قصدي؟ بعيدا عن مش ده هيجوا هنا اصلا. ما يعني ليه يعني؟ لا بس مش كل اللي بيسافر بيشتغل بره، خد بالك. ماشي. اعرف ناس كتير برضو سافرت يعني اخدت الدبلومات دي وشغالين هنا، شغالين هنا. بعدين بص اقول لك حاجه، انت شغال هنا شغال هناك النهارده بعد الكورونا والكلام محصله ده بعضها شويه يعني مش قوي، بس يعني اقول لك حاجه، انت النهارده بقى في مساحات شغل كتير قوي وانت هنا من مكانك، ما كانتش متوفره الاول. يعني في بره اماكن كتير قوي ابتدت تفهم القصه دي، اللي هو قال لك ايه، قال لك طيب احنا اوريدي شغالين ريموتلي مع الناس في بلد، طب ما ريموت بقى، طب ما نفتح ريموت بقى بريموت بقى، هات اي حد بقى من اي حته. بالظبط، بالذات لو نوعيه الشغل اللي انت بتشتغلها مش محتاجه ان الانترنت يكون عملاق. يعني لو مثلا انا حاليا ده شغلي حاليا، لو انا شغال مع ناس فانا بشتغل لوكال عندي على الجهاز، بعد ما اخلص بسيبه بقى ابلود مع نفسه، عيش بقى يوم اتنين ما عرفتش فيه. بالظبط. فهو بس زي ما بقول لك يعني هي نقطه التعليم دي، هو فعلا لو اختصروا الفنون جميله وتطبيقيه في سنتين ثلاثه يعني دي تبقى ده والله العظيم انا نفسي والله اعمله كده. هي مش مستاهله خالص الخمس سنين على ايه يعني؟ 5 سنين هري. خلاص بقى شباب عدينا بقى المرحله دي. يلا بقى فين الشغل انا؟ سيبوني اي حاجه اطلع منها. بالظبط. انا اخر سنه ليا في الجامعه كنت بلطم، فاهم؟ عايز اروح كده. والله العظيم بقوا 6 ما بقوش 5، فخلاص بقى اللي هو يعني يا جدعان انا هتكلم معايا. اتعلمت الاجريسيف في الخناقه. بالظبط. فاللي حصل ساعتها ايه، عشان انا نسيت نطيت ل 50 نقطه ثانيه. ماشي هنرجع. انا اشتغلت بقى، يعني السنه اللي انا سقطتها دي هي اللي اشتغلت فيها. انت اشتغلت ازاي؟ بص يا سيدي، انا لما قعدت سنه في البيت اتعلم 3 دي مع نفسي كده، كانت سنه فيها يعني فيها فرم جامد، يعني فاهم قصدي؟ انا مثلا كنت بقعد ممكن 13 14 ساعه قاعد طاقه قاعد بجرب، فاهم؟ بروسيسور بطيء أيوة برضه. رامات 8 جيجا يعني. التجارب مش كبيره بس خدت وقت يعني. لعبت الجهاز. عمري ضاع. عمري ضاع والله. لا والله العظيم الحاجات كان فيها بركه. الايام كان فيها بركه عاطف. والله البروسيسور كان عندي بروسيسور ام دي قديم كده، مش فاكر كان اسمه، مش عارف تي 1000 مش عارف حاجه كده، فاهم؟ انا شغال بنفس البروسيسور بي ماكس. عندي كان 6 كور باين ولا ايه حاجه كده، بس والله كان بركه، كان بيجيب معاك. والله ما كانش فارق له انت حاطط مش مهم انت بترندر ايه. هو عارف بيقول لك ايه، انت شاب رجوله وانا رجوله ونكمل مع بعض. لا معايا صاحب لي عند صاحبه. بالظبط والله، فاهم؟ يطلع حاجات بلاوي والله العظيم، طلع حاجات لدرجه ان انا كنت مستغرب ان هو لسه شغال، اللي هو مش شايط ليه. يعني فكيته عشان اطمن، عارف؟ والله العظيم بجد يعني هو لقيته قابب كده مش سخونيه من جوه. لقيت له كده شويه والله قلت ادقه بس البنز هتضيع، فاهم؟ حرام بقى خلاص كفايه عليه كده غيره. لا كانت ساعتها والله فاهم يعني كانت فتره فاهم فيها الايام كانت جميله. القرش كان حلال، فاهم؟ فلوس ابويا بقى، فعارف هي اللي كان فيها بركه، فلوس انا ما فيهاش يعني. تروح تشتري كارت الشاشه بيشيل بعد 30 90 تلاقيه مش عارف يعمل. جيب لك ابوك يعني. بابا والنبي هات لي انت بقى، نقي لي انت، عارف؟ اي حاجه من ايدك يا حاج. لا ضحك كتير.
بس فساعتها قعدت الفتره دي اتعلم وبتاع، عملت شويه بروجكتس عره كده والله بتكلم بجد. فاهم، وقمت حاطط الحاجات كلها في PDF، فاهم. بالصدفه كان ساعتها كان واحد صديقنا اسمه عثمان، فوتوغرافر شاطر قوي، كان بيفتح الاستوديو بتاعه، فكان عايز حد يشتغل 3D، حد جونيور يعني يشتغل 3D وبتاع. انا كان بالنسبه لي الموضوع ايه، انا كنت لسه بدرس، كنتش فاهم اي حاجه يعني، كان انا اساسا ما كنتش فاهم الميديا رايحه فين، فاهم، ما كنتش اعرف ان ايه ده وايه ده وايه ده. ان في حد بيعمل 3D في مصر اصلا، عارف يعني، انت عارف احساسك ان انت في صحراء، نفس الاحساس في الرسم والله. فاللي هو فين الناس يا جدعان، انا ما اعرفش اي حاجه، بتحس لوحدك في مصر. فرحت واشتغلت معاه سنه، ويعني فهمت المجال رايح فين، ويعني لدرجه انا اصلا من كتر ما انا ما كنتش فاهم حاجه، عملت اعلان، اول اعلان عملته معاه كان اعلان كوكاكولا، وانا كنت فاكره بيهزر يعني، كنت عارف اعلان كوكاكولا بجد، ده مش بجد يعني. ده نعمله مننا احب كده، قاعدين كده بنلعب، الراجل ده شكله فاضي مش هيدفع ولا هلعب، ماشي اه موافق يعني. فبس لغايه ما اكتشفت انه اعلان بجد، فاهم. الله بجد فاهم. الحق بابا فلوسك الحلال. لا انا شفته على الدائري، كان هو عثمان بيشتغل صور، فشفت بانر وبتاع، فانا راكب الميكروباص كده، وفي يوم راندوم كده، يوم 3 عارف حاجه كده، قاعد فاهم، فجاه لقيت ايه، حاجه منوره كده، ومانويل جوزيه واقف وبتاع، نهار اسود ده شغلي، اقف يا اسطى، عارف نزلني هنا يا جدعان ده شغلي يا اسطى، الاجره عندي النهارده. كنت مبهور فشخ بالموقف، ده احساس ظريف جدا. بالظبط. وبعد كده يعني ابتديت بقى ايه، افهم، اترجم، رجعت الجامعه طبعا عشان اخلص اخر سنه في التأبيده دي، بقى الفرجه خلص من اللي انا في العقاب ده. وبعد كده اشتغلت في كذا مكان بقى، رحت جيمناي، قعدت في فتره قصيره كده، رحت مونكيز يمكن اكتر مكان قعدت فيه، يعني قعدت معاهم فتره. كانت مواصفات شغلانتك ايه بقى؟ هقول لك، انا بشتغل ساعتها، كنت بشتغل 3D جنرالست. يعني ايه 3D جنرالست ده؟ يعني ايه 3D جنرالست؟ 3D جنرالست ده اللي بيعمل اي حاجه 3D حرفيا، ما عدا الانيميشن. يعني انت بتعمل كل حاجه ما عدا الانيميشن، لان هي الاستراكشر بتاع الفي اف اكس في مصر يمكن لغايه قريب على فكره كان ما بيحتاجش تخصصات، كان بيحتاج ناس بتعمل كل حاجه، لان التيم اصلا صغير. يعني مثلا احنا في مونكيز ساعتها كان التيم كام واحد؟ كنا 5 أو 6، فاهم قصدي، 5 3D ارتست مثلا وكومبوزيتور، كانت حاجه كده يعني. فالفكره ان ال5 جنرالست ليه؟ لان انت بيجي لك مثلا ايه، يقول لك ده اعلان شيتوس مثلا، فانت بتعمل كيس شيتوس، وشيتوس واحدتين بيطيروا وخلاص خلصت على كده. فانت مش هجيب بقى واحد تخصص شيتوس يعني، فاهم. مفيش الكلام ده. ده بالظبط. الاعلان اللي بعديه مثلا عايزين كاركتر، الاعلان اللي بعديه عايزين مش عارف نعامه، مش عارف بتعمل ايه، عايزين فيل. فكانت الدنيا ملمومه. انت عايز حد بيعرف يمد ايده في الكلام ده كله، اللي هو تقول له كاركتر ينحت، تقول له شيبسي يعمل تطبيقيه، وانا حافظ انا بعمل ايه، فيها فلوس يا باشا. خش يا باشا. فانت بترندر وبتكتشر وبتعمل شيدنج، بتعمل كل حاجه، فبتتعلم القصه كلها عشان تعرف تسلك. طبعا كل الاماكن كانت كده، حتى لو السكيل اكبر. يعني مثلا كان يعني اكبر سكيل كان ساعتها موجود كان اروما مثلا، يعني التيم بتاعه اكبر شويه، كان اظن معظمهم برضو جنرالست كده. النهارده في مصر شويه الموضوع اختلف شويه، يعني في ناس بتوع رج لوحدهم بتاع، لا هو كده على طول في حد بتاع رج وانيميشن لوحده دايما يعني. على جنب. بس ابتديت تلاقي بقى حاجات تانية، تخصيصات تانية، تلاقي مثلا حد يقول لك انا كاركتر ارتست بس بعمل كاركترات، او حد مثلا انفايرمنتس بس، او حد ماتش موفينج وانفايرمنت ودي ام بي وبتاع وخلاص، اللي هي الباكج بتاعت ايه، اي باك جراوند في اي فيلم من الاخر، عشان اختصار اللي هو احنا عندنا فيلم فاهم، وعايزين نبين مصر القديمه ورا القطر، فاهم. ده احمد من جوه هو الراجل ده هو هو عنده شويه تولز كده وهيخلص بالظبط. فهي بقت شويه بقى في شويه تخصصات احسن شويه من زمان، بس يعني برضو ستيل لسه التخصصات مش بس مع الوقت مش طبعا هي بتكبر يعني، الاندستري بتكبر، فاهم قصدي. يعني انت النهارده غير الزمان خالص، حتى البول بتاع التالنت نفسه اختلف. يعني انت النهارده بقيت تلاقي ناس بتعمل حاجات كتير ما كانتش متوفره ساعتها. احنا ستيل كاندستري نعتبر مقارنه بالعالم طبعا صغيرين، فاهم. انت النهارده لما بتحتاج ريجر هم 3 في مصر عارفينهم بالاسم وعارفين ريجر، الشركات كلها عارفه الجدول بتاعهم يعني. بالظبط فاهم. او هم مثلا 5 انيميتورز، فاهم، فيهم واحد مثلا النهارده عنده برد فهم 4 نمشي حالنا بقى اللي موجود ده. بالظبط. فهي يعني شويه عندنا ليميتيشنز، بس احسن كتير من الاول
احسن جدا. كتير من حلو الاول، جدا. فاهم قصدي؟ مم. فبس ابتديت بقى اشتغل في السوق فتره طويله، لفيت في اماكن كتير جدا يعني. رحت تقريبا مفيش حد في مصر بيعمل شغل ما اشتغلتش معاه، سواء مم. فول تايم او فريلانسنج يعني. مم. لغايه ما وصلت في الاخر لقناعه ان ايه، ان انا لازم بقى يعني اطلع بره السوق اصلا. وانت بالظبط. اصلا كنت بتمشي ليه من الشركه؟ يعني لو شركه كبيره وكويسه وبتاع بتمشي ليه؟ هقول لك، هي المشاكل بتاعت الشغل في مصر يعني اقول لك حاجه، احلى حاجه في الشغل في مصر انت هتقابل ناس جامده جدا، هتقابل طبعا. ناس لذيذه يعني، فاهم قصدي؟ انت هتقابل ناس فعلا والله مجتهدين، ويعني بالذات الناحيه بتاعت ال 3 دي تحديدا، القصه دي ما بيسلكش فيها غير حد مجتهد من الاخر. فاهم قصدي؟ يعني انت مش هينفع تشتغل تبقى في اكس ارتست الا لما تكون قضيت فتره كبيره جدا بتذاكر حاجات او بتفهم حاجات او انت باشن اتجاه الحاجات دي. مم. وانت مستحيل تعمل ده الا لو انت فعلا يعني عندك بتحبه. مصداقيه تجاه الموضوع. فعشان كده النتيجه بتبقى ايه، ان معظم الناس اللي شغاله في الموضوع ناس فعلا تعبت، فاهم، شغاله، فاهم قصدي؟ فهو مستحيل يكون فهلوي يعني، فاهم قصدي؟ في الناحيه دي بس، مش ما في فيهاش بقيه صيغة يعني. مش في بقيه البرودكشن. مش بقيه البرودكشن بقى بقيته كله فهلويه. بالظبط. فاهم قصدي؟ انا شغال بروديوسر يعني ايه. مالكش فيه، هات حاجه نعملها ما ترغيش كتير. بالظبط، فاهم قصدي؟ فهتقابل ناس شاطره قوي يعني، ناس عندها تالنت عاليه جدا. بس هي بقى المشكله فين بقى؟ ان انت تيجي تقول مانجمنت. المانجمنت في مصر يعني، وانا اظن ده راجع هقول لك لايه، ان الشغلانه نفسها مش بيزد اون دراسه واكسبيرينس عنيفه، لا كلها اجتهادات شخصيه. المجال في مصر كله اجتهادات شخصيه يعني، انت مش الفن هتلاقي عموماً. بالظبط يعني. انا ببقى قاعد مثلا، أنا النهارده انا خريج فنون تطبيقيه، انا ممكن ابقى الوحيد اللي خريج فنون اصلا في المجال. فاهم؟ بقيه الناس ممكن يكونوا خريجين صيدله، تجاره، ثانويه عامه، مش عارف ايه، فاهم قصدي؟ بس ما فيش اي حاجه ليها علاقه بالموضوع. انا كل اصحابي اللي بيخشوا صيدله بقول له الكارير بتاع الجرافيك منتظرك يعني، فاهم؟ بالظبط، هي كده بالظبط. فانت لما تيجي تسال مثلا تقول لي طب انت كراجل دارس اكاديمي بقى، هل انت بقى فاهم المانجمنت؟ اقول لك برضو لا، ولا اي حاجه. عادي جدا. مش فاهم. بس يعني يمكن ايه، يبقى عندي مثلا حته اكاديميه شويه ليها علاقه بالفن بس، لكن مش بالاداره. مش بالاداره خالص. فالاداره في مصر نفسها هي بقى نابعه من القصه دي، ان كله ماشي بلدي، كله ماشي بالحب. ايوه بالحب. فاهم قصدي؟ فانت عبال ما تخلي الموضوع ده بروفيشنال قوي، ان انت تبدا تبني بايب لاين. في ناس عملت ده يعني، في ناس ابتدت تعمل ده في شركات في مصر، اظن ان هم ابتدوا ياسسوا ده صح، بس عن طريق ايه، ان هو ابتدى يستعين باكسبيرينسز من بره. ان هو يبقى انت مثلا يبقى انت عندك تعرف حد بره سوبرفايزر، فيجي مع بارتنرشيب وبتاع، وتبداوا انتوا تقول له مشي لي التيم لحد ما بالزبط. يفهم الدنيا بتمشي ازاي ويبدا يكرر بالزبط. التجربه وبتاع. بالظبط. وده اللي ناس كتير قوي في مصر يمكن لو كانت عملته يمكن كانت وفرت فلوس ومجهود رهيب في بروجكتس معينه يعني، فاهم قصدي؟ يعني انا اعرف ناس عندها بروجكتس في الدرج بقى لها 7-8 سنين مش عارفين يطلعوها. هو متخيل ان الموضوع فلوس وهو لا، هو محتاج يتدور صح بس. بالظبط. مانجمنت، انت بتدرس مانجمنت فعلا، بتدرس برودكشن. البرودكشن نفسه عشان تفهم الدنيا المفروض تتعمل ازاي صح، هي كلها تولز وتنظيم يعني، اسلوب، فاهم قصدي؟ بعيد كل البعد عن الكرافت نفسها. يعني انا شفت نموذج مثلا حته ايه، ان انا عندي فيلم انيميشن. طيب هل حضرتك فاهم فيلم الانيميشن كبرودكشن يطلع ازاي؟ هي دي النقطه، مش كارت. يعني انت تروح تلاقي الكونسبت ارت، ايه الحلاوه دي، تحفه. الناس بتاعت ال3 دي عاملين شغل فظيع. فالناس كفنانين عاملين اداء هائل فوق العظيم. والله العظيم فعلا، اللي هو ما ديزني ما تحلمش بالكلام ده، فاهم قصدي؟ طيب تعالى ننفذ بقى الكلام ده، انا مش عارف الم الخيوط مع بعض ليه، انا مش عارف ادير، فاهم قصدي؟ فهي دي النقطه. فانت ده اللي كان إيه؟ بيمشيك من الشغل يعني. انت كنت بعد فتره كده خلاص بتخيش، مش عارف اشتغل، انا بالظبط. فانت بتلاقي ان انت اللي هو، ما هو انا دلوقتي ضاع كده سنه ما عملناش حاجه، ضاع سنه وبتلاقي انت مش عارف ترجع لمين يعني، مش عارف طب نروح للراجل ده ولا الراجل ده ولا كله بياكل عيش، فاهم؟ الناس عليها اقساط يا معلم، فاهم قصدي؟ فمحدش مهتم يحل هذه المشكله، كله عايز اليوم يعدي خلاص. فبتلاقي لا، ده مش هنوصل لحاجه يعني. لو انت الموضوع بالنسبه لك مش وظيفه، اللي هي الوظيفه اللي هو انا رايح عشان لازم اقبض اخر الشهر، ولو انت الموضوع مثلا انت ممكن تكون محظوظ شويه، فالموضوع بالنسبه لك اللي هو ايه، لا انا بدور على الكارير، انا عايز اعمل حاجات معينه او عايز انجح نجاحات معينه، فاهم قصدي؟ فلا ده مش هيحصل بالطريقه دي، مش هيحصل خالص. انت تاكل عيش بالظبط. هنا سوق اكل عيش، مهما رحت بعيد سوق اكل عيش. وهو انا النهارده اي شغل بيجي لي من هنا من ميدل ايست اكل عيش، انا بعتبره اكل عيش. ما هو لا انا بعتبر اي شغل اكل عيش.
والله هقول لك حاجه، بص في بروجكتس بتيجي من بره، هو ما هو اكل عيش طبعا، بس ده اساسي يعني رقم واحد. بس لا بس انا قصدي ايه، مفيش رقم 2 بقى، انا اكل عيش ناكل لا عيش. لا والله في حاجات بشغال فيها مبسوط قوي يعني، أنا- شغال في حاجه مثلا فاهم. انا في حاجات بحبها بس بعد آه. فتره ما بحبهاش. يعني والله انا بحب الحاجه في اولها، يعني بتحمس قوي للفكره وبتاع. اول ما باجي ابعت للكلاينت خلاص انا كرهت مش مكاني الفيدباك بتاعك قفلني بقى. قبل ما يقول والله انا ببقى عارف هو هيقول ايه، فانا بيجي لي الحموضه بقى خلاص انا مش عايز اكمل. والله بشتغل اكل عيش بس عشان امشي حالي يعني. بص اقول لك حاجه والله، هي يعني انت الكلام، الحته اللي انت بتتكلم فيها دي حته خطيره جدا. حته ايه، ان انت ازاي تبقى بتعمل يعني انت فنان في الاول والاخر، انت راجل فنان او انت شايف نفسك كده على الاقل. فالحته بتاعت ان انت ايه، ان انت بتعمل حاجه هيجي عليها فيدباك، تتعارض خالص مع فكره ان انت بتعبر عن نفسك. ايوه ما صح. ينفعش اعبر عن نفسي وانت تقول لي رايك فيها يعني. انا حر بقى، انا شايفها انا كده حر يا بقى يعني عامل بني ادم آه. مناخير وقد كده ودان وقد انا حر، انا معجب بيه كده. فاهم قصدي. فده فن، ده جميل يعني، ده جميل فين، في معرض، في بيرسونال ورك كده. ده حلو جدا. نيجي نتكلم بقى كشغل، ولا الهوا. النقطه دي صعبه جدا. انت لازم تدي كلاينت اللي هو عايزه. بالظبط، هي سيرفيس. انت في الاول وفي الاخر انت يعني حرفيا هي سيرفيس، بتقدم خدمه. فالخدمه دي انت لازم عشان تقدمها صح تقرا الكلاينت صح وتدي له اللي هو عايزه. ولازم التيم نفسه يبقى فاهم هو بيعمل ايه، شغال ايه. يعني بمعنى ايه، انا النهارده مثلا انا اشتغلت بوزيشن انا سوبرفايزر مثلا، فانا النهارده سوبرفايزر في شغلانه، فده معناه ايه، ان انا قاعد مع الكلاينت وشايف منه رؤيه معينه، انا شايف البروجكت بصوره معينه بتحاول تحققها له من بالظبط. خلال بالظبط. فانت دلوقتي هتتعامل مع ارتستس كتير. لو انت مثلا عندك الشغلانه اضيق شغلانه مثلا فيها ايه، فيها مثلا فيها موديلر وانيميتور وريجر مثلا، اضيق شغل وكومبوزيتور. فانت عايز توصل للاربعه الرؤيه دي. لو الاربعه مش مساعدينك توصل الرؤيه دي خلاص باظت، هتتعب. بالظبط. ولو انت مش مساعد الكلاينت ان هو يفهمك انت عايز ايه، مش هتبيع، فالشركه هتخسر. فاهم قصدي. فهي بتبقى هي لازم كلنا نتكاتف عشان اللقمه تعدي. عشان نبيع هذا البروجكت. فاهم قصدي. فكل واحد يبقى عارف دوره. انا في شغلانات مثلا بخشها مش سوبرفايزر، بخش كاركتر ارتست، شغلانه بخش ارت دايركتور، شغلانه حسب يعني انت ممكن يبقى عندك مجموعه سكيلز، فانت بتسخر السكيلز دي حسب الشغلانه. فمش شرط خالص ان الشغلانه اللي تيجي ان انا شغال فيها كاركتر ارتست ان انا يبقى ليا وجهه نظر في الديزاين. انا بنفذ بالظبط. بالتالي ده هنفذه. وفالid جدا وحلال وتمام مش عيب. فاهم قصدي. اللي هو ما يعني انت ايوه. طب ده مبدأ في الشغل ايوه اربط الحمار على طول من اولها كده. اما صح. ما هو صح جدا. بس هو عارف اقول لك حاجه، هي مش بطريقه اربط الحمار، هي بطريقه ايه، ان انت رايك حلو وانا رايي حلو، بس هو لازم راي واحد يمشي. بالظبط كده. أيوة يعني هو ممكن تكون انت بتقول كلام حلو وجميل ويطلع حاجه شكلها حلو جدا، بس انت ما تعرفش ليه هم اختاروا الحاجه دي، بالذات لو انت بتتعامل مع ناس محترمه يعني، ناس عندها فكر يعني. فاهم قصدي. مش بتكلم على ان انت تبقى شغال اصلا مع واحد عنده مصنع ايس كريم ولا طلع ميتين اهلك عشان صباح الكون واللي هيطلع مش هو اصلا في الاخر ده. اصل احنا الايس كريم بتاعنا بيبقى هو اصلا سايح في العلبه وعامل كده وبتاع. دول نصابين دول، سيبك منهم. ليفل انك تشتغل مع كلاينت محترم ده ليفل عظيم يعني، ما هوش ليفل هين يعني، الناس مش فاهمه قد ايه هو ليفل صعب انك تبقى ناس فاهمه اصلا بتعمل ايه. بالظبط. فدي قصه ثانيه. عايز اقول لك بتبان فين، بتبان في التحضير. في ناس كتير تبعت لك، بيجي لك ايميلات شغل، بس انت عارف ان الايميل ده جاي من واحد قذر مش عبرك. لان بيبان ليه الكلاينت اللي هو المحترم مش مساله بقى البراند اسمه قد ايه، لا مالهاش علاقه. بالظبط كده. في واحد تلاقيه باعت لك بريف مذاكره تفصيله هو عارف هو عايز ايه وعارف هو جاي لك ليه. ايوه يعني دي مهمه قوي، عارف هو جاي لك ليه دي. لان في ناس بتجي لك اللي هو ايه، انا حاسك بتفهم، قول لي بقى قول لي يا باشا ما انتش عرفك. يمكن بالنسبه اللي انت بتقوله ما بفهمش. ايوه فلا يعني فاهم، هو بيبان ان لو حد دارس البروجكت بيبقى عارف هو جايب مين لايه وهيعمل ايه وبكام وازاي فالدراسه دي بتريح البروجكت كله بعدين. هي دي المانجمنت.
فاهم قصدي؟ هي دي اللي بتخلي الشغلانه تبقى ماشيه. ما نوعاش على الكلام ده. لا طبعا، والله ما وعى عليه ابدا. لا طبعا. ده هنا لا هنا انا شفت مهازل في البرودكشن في مصر. انت اللي هو ايه، المخرج نسي حساب حاجه في التصوير فاعملوها في ال 3 دي. يا باشا ازاي اعملها في ال 3 دي وانت مش عارف حسابها في التصوير اصلا؟ اعملها ازاي دي يعني؟ اعمله بالاول بقى كله 3 دي فاهم؟ مش هنزل اصور تاني انا. بالظبط. فلا هنا في مصر يعني البرودكشن ايه، اوقات والله بيبقى على مستوى عالي، اوقات يعني بيبقى فعلا في حاجه كويسه بتحصل وبتشوف اعلانات بتطلع فعلا مستوى حلو جدا. الاعلانات بالذات لان الاعلانات عمرها قصير عارف. يعني انت لما بيبقى عندك برودكشن فتعرف تركز فيها تعرف تظبطها. بالظبط. هو برودكشن ملموم واللي شغال فيه اكسبيرينسد وفاهم هو بيعمل ايه ويقدر يعني خلال اسبوعين 3 يكون طلع نتائج حلوه. لكن فيلم مع نفسك بقى هنا بقى بص تكلفه مليون في 10 بالظبط وتيم في 100 فوريني بقى تظبطها ازاي. وهنا يبان بقى نقطه المانجمنت دي تبان في الحاجات الكبيره دي. هتبهوى طبعا. بالظبط. طبعا. لان المانجمنت هي اساس المانجمنت ايه، ان انا الخطوه واحد دي لما احب اكررها تتكرر زي ما هي. فده ينفع في الفيلم في مسلسل لان انت شغال على 30 حلقه ولا شغال على ساعتين ونص. فانت في تاسكات اكيد بتتكرر يعني يقينا. ريتم بيحصل هو فيلم مثلا كله انفجارات، ما هو الانفجار ده هو الانفجار ده هو الانفجار ده. فانت لو ما عندكش بايب لاين مش هتسلم. فاهم قصدي؟ لكن لو بتعمل في وشك بالظبط. لكن بتعمل اعلان مثلا هم 30 ثانيه بومبا على اعمل لي اي حاجه هتعدي. بس هات الحاجه على الارض تعالى هتمشي يعني. فاهم قصدي؟ فعشان كده بيبان في البرودكشن الكبير يبان بقى حته المانجمنت دي، مين عنده مانجمنت ومين ما عندوش، مين يقدر يهندل ده ومين ما يقدرش. فاهم قصدي؟ حتى كواليتي الشغل نفسها بتفرق، الكواليتي كنترول نفسه بيفرق في السكيل. طبعا. فاهم قصدي؟ بهوقه، ما هي اللارج سكيل ده عايز واحد بيعرف يلم البهوقه. بالظبط. يعني انا واثق مثلا الارتست اللي عمل مثلا شوت ما في فيلم لو كان معاه ارت دايركتور شاطر او كان هو خد وقته واشتغل في ظروف كويسه يمكن كان طلع الشوت ده حلو جدا. فهو لو شغال في سكيل صغير او مع ناس تانية بروفيشنال اكتر كان طلع الشوت ده فاهم مارفل. فاهم قصدي؟ لكن هو مثلا ايه، انت مضطر ظروف البرودكشن المصري اجبرتك. انت عارف انا عشان كده ما احكمش على شغل. يعني الناس بيبقوا حاطين شغل بتاع جرافيكس او حتى رسم او بتاع، انا ببقى عارف ان نص الحاجه مبوظها الكلاينت والنص التاني مبوظها الظروف بتاعت الشغلانه. بالظبط. فممشيها كده اللي الحمد لله انها طلعت. يعني بالنسبه لي والله اكبر انجاز ان الشغل ده طلع اصلا. طبعا ده في حد ذاته معجزه. الكرافت نفسها صعبه. يعني انت عارف الناس ايه، انت بتتكلم مثلا مع كلاينت او بتتكلم مع حد من الجمهور هو مش جوه القصه دي. فهو بالنسبه له ان انت دي جرافيكس بتعمل على الكمبيوتر يبقى بتتعمل على الكمبيوتر. ما انت بتعمل كده تعمل خلاص. فتحاول تفهمه ان هي مانيوال قوي مانيوال قوي يعني ده دي تابلت وانا قاعد فاهم فاهم قصدي؟ يعني الموضوع كله حاجات بتتعمل فعلا بالايد. فهي على الشاشه انا فاهم والله انا مقدرك. بس والله فعلا فيها حسابات كتير جدا وفيها كرافت عاليه قوي. فالناس لما بتطلع حاجه في الاخر البرودكت اللي انت بتشوفه ده هو فعلا متاثر بعوامل رهيبه وان هو طلع بالصوره دي معجزه. دي معجزه والله العظيم. انا بقول كده، انا ما تحكموش على شغل يا جدعان. اي شغل على النت رضا ان هو طلع. بالظبط. ده من اول اللوجوهات والبراندات والكلام ده لحد ما نوصل للفيجوال افكت والكلام ده حقيقي. هو كله زي بعض. ده حقيقي. اي شغل كلاينت لو الكلاينت ده زي ما بقول لك كده مش من الاستثناءات اللي هو كلاينت فعلا فاهم وعنده بورتفوليو جامد بنسبه كبيره انت مش هتحطه مش هتحط الشغل اصلا. بالظبط. انا شغال بقى 9 سنين مثلا ما حطيتش حاجه والله مش هحط حاجه قليل قوي يعني عارف يعني لقطات كده لقطات فاهم قصدي؟ لان ما يعني خلاص هي شغلانه وظروفها. يعني مثلا انا حد بيجي لي مثلا يقول لي احنا عندنا اعلان مثلا عايزين فيه كاركتر او كريتشر ولا بتاع هو مش هيديني وقت ان انا اعمل له الكريتشر اللي انا حاطه في البورتفوليو. هو يديك 5 ساعات تعمل له الكريتشر دي يطلع ثانيه في الاعلان وخلصنا على كده. ده انا ده بكره هنعمل مش قوي بعده ماشي ده مستعجلين يا فنان بس والله فعلا. ايوه فاهم؟ او مثلا ايه اللي هو طب عايزين الراجل ده عايزين نعمل له لا مش فاضي مش طب اعمل ايه دلوقتي؟ حب كده حب الحب استخدم كارت بالحب ده بيعدي كل حاجه. بالظبط. فهي يعني برضو الناس والله العظيم تالنتد جدا اللي هم الناس الارتست اللي شغالين في الاندستري. بس زي ما بقول هي المانجمنت مش خدمه للناس وظروف السوق برضه. ظروف السوق بالظبط. ظروف السوق نفسها اصلا هو برضه ما فيش حد بيعتبر الفي اف اكس ان هي حاجه محتاجه وقت. ما تعرفش ليه يعني. ايه الكمبيوتر برضه سهله يعني. بالظبط. يعني اقول لك حاجه، انا بشتغل في برودكشن بره مثلا تبص تلاقيه ايه، يعني انا هعمل تاسكايه والله العظيم فعلا تاسكايه ممكن تاخد ايه اسبوع حاجه كده اللي حاطط لي شهر
مثلا. والله العظيم والله العظيم. وده مش انا منك ما خدش فلوس وده مش ما انا بقول لك اوقات ببقى مبسوط، يعني اوقات ببقى مبسوط بالحاجه اللي انا شغال فيها. ليه؟ لان انا حاسس ان هو راجل مفيش ستريس، راجل مقدر قوي الموضوع وبتاع ودارسها، وقايل لك لا ده انت تعمل بس دي وفلان يعمل دي وبتاع، في تقدير القصه كده. طبعا في نماذج تانية بره في الفول تايم سليفري، فاهم انت؟ يعني عارف انت العيال اللي كانوا في الدور الارضي في تايتانيك بعد كده لما المركب غرقت سابوهم هم هيتدفوا مع البحر. في ناس كده، فاهم؟ مش بقول لك بره يعني جنه، في ناس كده وبيحكوا لي حاجات غريبه، فاهم قصدي؟ بس على الاقل اللي انا شفته بالذات من الكلاينتس اللي بتيجي من المنطقه بتاعت كندا واوروبا، لا مستحمين بقى بيبقوا دارسين البروجكتس قوي وبيدوك وقتك وبتاع، فاهم؟ فالموضوع بيبقى فيه لذاذه كده حلوه يعني. بيقدر الكرافت، عارف فكره بقدر الكرافت دي، ان انت اي حاجه بتتعمل بالايد بالنسبه لي يعني ليها قيمه اعلى بكتير قوي من ان حاجه تكون فاهم. هو فاهم ان هي مش بالكمبيوتر يعني، بالنسبه لي الله يفتح عليك رهيب يعني. بالظبط كده. فهي النقطه دي بتبقى يعني فاهم. وانت الشغل بتاع برد جبته ازاي اصلا؟ هقول لك حاجه، هي بص، هي موضوع جبت الشغل دي يعني انا مش بس انت لازم عشان تجيب شغل بره لازم يبقى ليك يعني سكيل بليفل معين عشان ده حقيقي. طبعا صح؟ هي بص، هي بقول لك ايه، انا مش راجل بتاع بيزنس قوي، فان انا رحت جبت شغل لا خالص. هو الموضوع ما فيه ان انت بتحسن الكرافت بتاعتك على قد ما تقدر، وبعد كده تسيبها هي تتكلم، فاهم قصدي؟ يعني حد يقول لك مثلا طب انت بتجيب شغل منين؟ انا مش بجيب شغل، هو الشغل يجي، فاهم قصدي؟ وكلنا المفروض نعمل كده، او كل الناس الشاطره عملت كده. يعني انت مش هتلاقي حد شاطر مثلا يقول لك انا رحت جبت شغل، لا انت لو رحت جبت شغل ده معناه ان انت راجل بتاع بيزنس شاطر، فاهم قصدي؟ وبلد برضه يعني في شركات كتير في مصر عايشه على القصه دي، اكل عيش مفيش مشاكل، كله اكل عيش. بس بتكلم بالنسبه لي انا كمهند، هو الموضوع ايه، ان انا عملت بورتفوليو وبعد كده ابتديت احاول ان البورتفوليو ده هو اللي يجيب، فاهم قصدي؟ يلم بالظبط. فانت كل اللي عليك انك بتعلي السكيل على قد ما تقدر بالظبط، وتحطها طبعا على السوشيال ميديا بشكل يعني يكون يسمح لك ان بيهنس ولا انستجرام ولا كل حاجه متاحه. خش وقول لهم انا موجود، المفروض حضرموت على استعداد تعمل الحفلات وعياد الميلاد. بالظبط. ويعني برضه في النقطه دي عايز اقول لك حاجه، في ناس بتتخيل مثلا ان هو لازم يبقى مشهور قوي على السوشيال ميديا عشان يجي له شغل. لا خالص، لا مش شرط، لان هو بروجكت صح على ارت ستيشن انت اشتغلت هيجي لك هيجي لك لغايه عندك، فاهم صح؟ انا بحس يعني كده. في ناس ممكن تبقى مثلا، هقول لك حاجه، الشهره على السوشيال ميديا يعني حلو في الكوميونتي بس. وهقول لك حاجه، هي قصدي ايه، يعني السوشيال ميديا مفتاح مهم جدا للشغل، فاهم قصدي؟ بس هي النقطه ان انت مثلا، انا في مثلا 100,000 واحد قالوا لي عظمه، ال 100,000 واحد دول اصلا بيشتغلوا في السوق، لا او مش كلاينتس تحت ايديهم، او كلاينتس بيشتغلوا زيهم خالص، فاهم قصدي؟ هو مساحه ان هو يوسع الشبكه بتاعتك، يوصلك لناس ما كنتش تحلم بيهم. فدي نقطه فاليد جدا. بس لو انت دلوقتي عامل الشغل الصح، اللي بيفهم لما هيشوفوا، لو هما 2 بيفهموا انت اشتغلت، صح؟ يعني هما 2 بيفهموا وشافوا البروجكت انت اشتغلت، خلاص خلصت كده، فاهم قصدي؟ فانت ممكن تكون تحاول توسع الشبكه، بس مش بالضروري خالص ان ده يكون السبب ان انت تشتغل. هو يعني يكفي بس ان السكيل موجود. عايز اقول لك في ناس اصلا شغاله لمجرد ان انت قابلته في شغل وعارف ان هو شاطر، وممكن يكون مش موجود على السوشيال ميديا اصلا. انا بقابلهم كتير جدا. في ناس كده بيبقوا حيتان يعني، ملوش اي وجود على النت يعني، مش موجود في الانترنت بالظبط. بس هو عنده سكيل رهيبه، كرييتيف دايركتور بريزيدنت مش عارف يشيل الشركه على كتافه ومروح عادي جدا عادي جدا، مفيش مشاكل. ايه النت ده ما اعرفوش، ما عداش عليا بالظبط. فهو عنده المهاره اللي هي نادره الوجود، فاهم انت؟ وانت عارف ان هو موجود. فانت لما جالك البروجكت قلت له تمام. انا عشان بدات من انا بدات فريلانس، بس ودي كانت غلطه بشعه يعني. فما قدرتش اعرف مين الجامدين الا من خلال السوشيال ميديا. بالظبط. فدي بقى كانت بالنسبه لي ازمه. انا بدات اعرف ان في ناس اجمد، لان انا بشوف بورتفوليو بتاعهم مش اونلاين اصلا يعني، بيبعت لي كده حد بيقول لي شفت شغل ده، يا نهار اسود في حد بيعمل الكلام ده اللي هو كده يعني. فخدت بالي ان دول موجودين. فشبكه العلاقات برضو شغلتني يعني. الريكومنديشن يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملها من السوشيال ميديا ان يجي لك ريكومنديشن. يعني في رسامين كتير مثلا اكبر مني سنا او مقاما يعني، يقول لي ايه، بص الشغل ده جالي بس انا عملت لك ريكومنديشن لان انا ما عنديش وقت. بالظبط. فانت عشان موجود على السوشيال ميديا يجي لك فرص زي دي. بالظبط.
دي حاجه وان رهيبة انت فيها تشتغل السوشيال في اماكن. يعني في ناس كتير مثلا يجي يبتدي في ال 3 دي يقول لك انا هبقى فريلانسر. ميديا. لا باشا مش هينفع. اتكلم في الحته دي والنبي. يعني انت هي صعب جدا. يعني اقول لك حاجه، انا لما جيت ابتدي في المجال انك تبدا فريلانسر اصلا دي فكره غلط. غلط تماما. غلط تماما. مفيش حاجه اسمها كده. انت دلوقتي انت هتشتغل في اندستري، صح. ما ينفعش الاندستري دي تبتدي فيها من الاوضه. صح. لازم انزل اروح اشوف مين اللي بيحصل، مين ايه، مين بيعمل بتتعمل ايه. ازاي. انت عارف انا نفسي يعني في الفتره الجايه دي عايز اعمل جيمز الموبايل الخفيفه دي اللي هي اللو بولي مش عارف ايه. انا ممكن اعرف اعمل كل موديل لوحده، بس كاندستري ما اعرفش ازاي بتمشي، فخايف جدا مش عارف اظبطها. بالظبط. فانت المفروض نفس الفكره، انت لو عايز تشتغل في حاجه اشتغل اي حاجه صغيره فيها وعشان تقابل الناس اللي اشتغلت في ده. صح. فاهم قصدي؟ يعني صح. انت دلوقتي مثلا انا يعني اقول لك حاجه، انا طول الفتره اللي اشتغلت فيها فول تايم يعني اتنططت في اماكن كتير، بس كل مكان رحت وتعرفت فيه على ناس ده بعدين فادني. فاهم قصدي؟ او على الاقل انت النهارده مثلا ايه، انت بتقول الاندستري دي فيها كام واحد اصلا؟ عدد بتعمل ازاي اصلا؟ وعدد محدود. فالناس دي كلها عارفه بعض. فاهم قصدي؟ فانت لو مش جوه الاندستري دي، مش جوه الدايره دي، مش حتى جوه الدايره دي مش هتتعلم كويس. هتبقى بعيد قوي عن اللي بيحصل. يعني بعيد عن اللي بيحصل. ممكن تبقى اشطر واحد في الدنيا بس بعيد قوي عن اللي بيحصل، بعيد عن هو واحد لسه يا دوبك طالع بيقول يا هادي. هو ما بيبقاش عنده الثقه ان هو بالبورتفوليو بتاعه ده في الوضع الحالي ده ان هو يقدر يلاقي اي زخنوق يشتغل فيه. بالظبط. طب يعمل ايه بقى؟ وهقول لك هي بص، هي مش هيلاقي زخنوق. لا، هي لو انت شاطر انا واثق بنسبه مليون في المية هتشتغل. ازاي يبقى شاطر؟ بص، هو يعني زي ما بقول لك النهارده اللي انا ملاحظه اكتر حاجه منتشره في السوق بتاع الفي اف اكس حته ايه، ان حد يكون يروح ياخد الدبلومه بتاعه الاي تي اي. دي اكتر حاجه منتشره شايفها يعني ليه؟ لان انت بتروح اللي بيدرس لك هناك ناس زمايلنا في المجال، ففاهمين بيشربك فاهمين التكنيكاليتيز وفاهمين السوق ماشي ازاي. فلما هيقول لك حاجه هتبقى اكيد افيد 100 مره من دكتور الجامعه. انا واثق من ده. فاهم قصدي؟ يعني حتى لو هو مش اكاديمي ولو حتى هو مش دارس فن، بس هو لغوص ايده لحد كوم. بالظبط. هو اشتغل فعليا في البرودكشن، فهو عارف المشاكل عامله ازاي والشغل بيمشي ازاي، فبيأسسك عليها وبيأسسك على حلولها من دي 1. بالظبط. فده باب حلو جدا لشغلانه الفي اف اكس. ياخدوني انا 35 سنه كده ياخدوني مش عارف والله. مش ليه يا حاج ولا بتاع يعني. يا باشا انت راجل فنان. هي اي تي فين اصلا؟ في اكتوبر برضو؟ مش عارف والله لازم يا رب ما تطلع بعيد. يعني هو اي جوجل سيرش سريع نهبط بقى نشوف نوصل ليه. بالظبط. يعني انا اساسا الموضوع وصل لي من الشباب الصغير اللي عايز اللي عايز يروح، وقالوا لي ان هم خريجين اي تي اي او ان هم كانوا هناك او ان هم درسوا او عرفوا حاجه عن المجال او عننا من القصه دي. فاهم قصدي؟ بتاخد مده قد ايه الاي تي اي دي؟ اظن ان هي الدبلومه دي بتبقى سنه، اظن 9 شهور 12 شهر حلو يعني. مش وحش يعني وقت طويل بس ماشي. بس يعني اللي فهمته منهم ان هم بيشتغلوا جامد، يعني بيشتغلوا جامد قوي، يعني بيشتغلوا كانه تسليم بقى وبتاع ولازم هنجح وحاجات كده. فاهم قصدي؟ فالحته دي اظن هي اللي بتفرق جدا مع الناس. طب ما ده حلو جدا. بالظبط. ده لو انت حد بيحب يتعلم من بان انت تنزل تقعد وسط الناس وتشتغل. في ناس ما بتعرفش تتعلم غير كده، يقول لك انا لو ما روحتش المكان وقعدت مش في ناس تانية تتعلم من البيت عادي. فاهم قصدي؟ وده النهارده يعني ببلاش في كل حته، متاح قوي يعني. اللي هو النهارده بص هقول لك حاجه، اي حد بصراحه بيخش يسال معلومه سهل جدا اكتبها في جوجل. يعني بصراحه يا معلم انت مفرهد نفسك على الفاضي. فاهم قصدي؟ يعني السؤال غير الله ما زال. عارف انت بتعمل ايه؟ هيجاوبك عربي انجليزي اسباني اي لغه هيقول لك. بالظبط. يعني ما تكتب على جوجل هيقول لك كل حاجه، هتلاقي فيديو. يا عم انا النهارده كنت عايز اركب الشفاط لقيت فيديو، والله العظيم بكلمك انت مش فاهم كيف تركيب شفاط باناسونيك 20 سم. لقيت واحد كده بركه كده، السلام عليكم يا رجاله النهارده نركب الشفاط مش عارف ايه، مطلع السلك. فاهم؟ جميل. فاهم؟ اللي هو طب هو توتوريال. فاهم قصدي؟ عملت اشتغل الراجل ده وصل له فكره التوتوريال. فقرر يعني تخيل هو واقف انا قاعد افكر فيها بقى، ان هو تخيل هو رايح الحمام عند حد يركب حاجه معلش بس هنصور نعلم الناس هنعمل حلقه كده كده مفيش احراج مفيش اي حاجه. فعارف يعني. فاهم قصدي؟ فكره بقت متاحه. اقول لك عيبي الوحيد في اليوتيوب ان هو مش كورس على بعض. لا ما ده حقيقي. يعني انت لازم تبقى انت فاهم يعني انا دلوقتي عايز اذاكر اللو بولي اهو، فانا هدور على ازاي تكريت لو بولي جيمز بس مثلا. ده السيرش. في بقى حاجات كتير هتسقط مني اكيد. دي بقى دي اللي انا يعني ايه، لو واحد مش شاطر مش هيعرف يلملمها. بص هقول لك حاجه، هي البروسيس بتاعت التعليم دي اللي هو ايه، انت بتسمع المعلومه
وتقعد انت تنكش. تخبط شويه بالظبط. بعد كده تسمع معلومه كده تخبط شويه وهكذا وهكذا. هي لازم رايح جاي كده. لا يمكن هحضر كورس اطلع منه شغال 100% جامد. انت لو لقطت من الكورس ده 30% بس بركه، ده يعني ده اللهم صل على النبي. انت استيعابك مبهر. انت واخد اوميجا 3 لما لما تريت يعني. فاهم قصدي؟ لكن ايه، لازم انت التجربه بقى العمليه دي هي دي الكور اللي بيحصل فيه كل الحاجات الكويسه. فاهم قصدي؟ ان صح. انت لمست المشاكل بايدك. يعني عايز اقول لك حاجه، انا ممكن مثلا تقول لي حد ديجيتال سكالبتنج مثلا، انت عايز تعلم حد مثلا ازاي ينحت على زي برش، انا هعلمك زي برش وهقول لك اناتومي مثلا. بس في كرافت بقى في النص دي مفيش حد عارف يقولها لك خالص. انت ما كنتش تقعد كده تمسك البراشات وتقعد تعجن في الطينه، لان هي خبره زي ما تقول يدويه يعني جدا. لازم انت تعملها عشان تفهمها بالظبط. يعني زي مثلا ايه، انا ايام ما كنت برسم بالفحم مثلا او بترسم بباستل ولا بتاع، هو تكنيك. فانت تبص تلاقي واحد راسم بالفحم تلاقي لوحته ملحوسه، وواحد تاني تلاقي الالوان ناطقه، فتحس ان انت مش فاهم ليه. فيقول لك اصل هو هنا شغال مثلا القلم الفحم الاسود ما بيحطش كتير بيه مش عارف فين، او بينفخ البودره مش عارف فين، فما ليه سكه كده. هو تكنيك زي الطبخ كده. ما حدش عارف يشرحه. يعني انت صعب تشرحه، هي عايزه ممارسه. فجانب الممارسه ده لوحده ده 60% من الموضوع، 60%. ففي ناس هو متخيل ان انا اروح، يعني في ناس كتير على فكره يروح يجرب ياخد كورسات في حاجات مختلفه على اساس يكتشف نفسه. انا خدت كميه كورسات يا خبر يا حوس، انت ما تتخيلش. انا كنت باخد برمجه حلو عادي جدا والله العظيم. والله العظيم كنت بروح كورسات مايكروسوفت في الحته من كده، انا وواحد صاحبي كنت بروح انام الساعتين ونص بتوع الكورس وارجع. والله ما اعرفش في حاجه في المكان. يعني انا كنت بروح، كان مكان طويل يعني داير ما يدور كده والراجل قاعد هو بس يقول نفتح الكمبيوتر نكتب مش عارف انا انتهيت معاه انا خلاص بخ. ما صحنيش ولا مره يعني. والله ال 1700 جنيه انا نمت بيهم في الكورس. ده طيب بابا بس الواد صاحبي يقول لي خلصنا، اقول له جد والله، يقول له طب يلا نتكل على نروح بقى نشوف اي حاجه نعملها نكمل ماتشات البلاي ستيشن فوقنا بقى. انا بحب انام عندكم قوي يعني. انا كنت باخد كورسات بكميات مهوله. يعني خدت 3 دي وخدت HTML وخدت فلاش وفوتوشوب ومش عارف وبريمير انا كنت بدب صباعي في اي حاجه كورس الاقيه باخده. حلو والله، حلو يا تجربه يعني يعني انا عندي وخدت ستوري بورد وخدت انيميشن يا لهوي. بس انت لو كنت حبيت حاجه منهم انا حبيتهم كلهم بس ما عنديش خلق اعملهم. يعني انا اكتشفت ان الرسم اقصر حاجه يعني تك لو خلصنا اشتغل خلاص. الخلق ده مهم. يا لهوي تتخيلش. بص انا بقول لك في فرق كده في المينتاليتي رهيب بين ناس عندها استمراريه في ان هي تطلع اوتبوت ارت، والناس اللي هي تالنتد جدا وكسوله. انا عارف الحسيني كلنا عارف محمد الحسيني ديجيتال ارتست جامد جدا. يعني ما خدت معاه ورشه قبل كده. فهو انا فهمت الموضوع بالديجيتال ارت في الفاليو من الالوان ومش عارف فهمت الكلام ده كله. بس انا بدي لوحه من يومي 10 دقايق، مستحيل ادي اكتر من كده يعني. فانا برسم له السكتش الاولاني، يقول لي خلاص كمل. اقول له كمل ايه؟ خلاص خلصنا الحمد لله. ففي اخر البتاع قال لي هو انت فاهم بس انت عايز تقعد شويه في الموضوع ده يعني اديها 4-5 ساعات. قلت له من ايه بالظبط يعني في السنه؟ ما بستحملش وقت 10 دقايق خلاص الموضوع ما ايوه ليه ما اعرفش، هي طبيعتي كده. الحمد لله ابله تبارك الله فيما رزق كده حاجه ده ايه. لا برشات قويه. قلت طب ابوظها ليه بقى يعني؟ انا لو كملت اعك يعني ابعد من كده باظت. كارثه. والله العظيم كلنا والله. يعني هي مساله برضو خد بالك حته ان انت الاستمراريه دي. شفت عمرو دياب؟ شفت عمرو دياب بيعمل ايه؟ والله العظيم سيبك من اي حاجه هو بيقدمها. بس هو واحد انسان عنده استمراريه بقالها 60 سنه ماسك المايك. فدي حاجه تحترم جدا بعيدا عن اي حاجه. يعني انا مش بتكلم على حاجه. بالنسبه لي دي اكتر حاجه تنجحك مهما كنت مين. لو والله لو كل يوم بترجع في المايك هتنجح. بس بعد 30 سنه الناس هتحس ان ده ستايل. لك الراجل اللي بيرجع ده جميل. انا بحبه ده في فلسفه في فلسفه استمراريه والله بتغلب اي حاجه. ايوه مهما كنت تالنتد الاستمراريه. بص يعني انت عارف بتبص حتى على الكوره تلاقي ان مثلا تلاقي ان هو ميسي وكريستيانو رقم 1 في العالم، مش عشان هم
التالنت فشيخه عشان بس بيفرقوا. لا هم ما الراجل 10 كريستيانو سنين مجنون على انجازات فكره، انا بعتبر كريستيانو ده مجنون. طبعا مجنون طبعا. مجنون بالمعنى ان هو آه. مش ستيبل 100%. لا اه لا هو ده اكيد. يعني اصل هو انت مفيش كده. المينتاليتي اللي تخليك عايز تشتغل وانت ملياردير دي الحد نفسها هوبا في هوبا كده. موضوع تاني والله العظيم انا لو عملت 5 مليون دولار ما حد هيشوفني في الكوكب تاني. اختفيت خلاص اختفيت. والله العظيم بلا بودكاست بلا هم معزتين وراح اقعد في جورجيا والموضوع انتهى على كده يعني. مش ابعد من كده. ما هي عارف والله اقول لك حاجه، بس انت دي نقطه على فكره خطيره جدا. ليه بقى؟ لان انت لو سالت نفسك السؤال الوجودي بتاع انا بعمل ده ليه وجاوبت عليه هترتاح نفسيا. لا انا عارف انا بعمل ده ليه يعني. انا بعمل كل ده عشان اعرف اروق دماغي لما اكبر شويه. انا ما بحبش وجع الدماغ ايوه اصلا. أيوة. فانا اصلا ما بحبش اشتغل مع كلاينت من بابه. يعني انا اشتغلت كوميكس عشان انا مني للطفل ماشي. بس انا هقول له يعمل ايه، انا عارف مصلحته. ما لكمش دعوه بيه، انا احكي له حدوته هيتبسط وهيضحك هيطلع لك من الاوضه مبسوط وخلاص. ما لكمش دعوه انتوا بالموضوع ده. أيوة. لكن كلاينت بقى يجي ينكد عليا وعلى امي وانا مش فاضي يعني، معلش كل الكلام ده كله صح فاهم. فانا عايز اوصل لمرحله ان انا اعمل انا البرودكت. دي فلسفتي في الحياه. انا طبعا. عايز مني ليك. ايوه لو انا بعمل التيشيرت هعمله لك بس ما حدش بقى يتدخل في اي تفصيله تانية، ما حدش له دعوه. دي فلسفتي انا. وده يعني وده متاح جدا على فكره. يعني اعمله بقى انا بقى ناقص لي ان انا اكسب فلوس من الحوار ده يعني. انا دي الفكره يعني. دي الفكره اكسب منها ازاي بقى مش عارف يعني. هي عمرو دياب افضل يعملها بس استمر وهي هتجيب رزقها فاهم قصدي. هي هتظبط في الاخر. والله اصل انت عارف انت ممكن تبقى عامل حاجه النهارده بعد مثلا 10 15 سنه ما تعرفش ايه اللي يحصل. تضرب تبقى حاجه عتيقه بنت لذينه وبعد كده يا نهار اسود ايه ده هو الراجل عمل ده الموضوع ده يا لهوي. على امل بقى على امل. لكن غير كده انا عايز اشتغل ولا عايز اوجع دماغي ولا بقى. يعني انا يوم ما هبقى غني قوي مثلا هشتري فريق كوره واقعد امرنها. والله العظيم بدل ما انا قاعد بلعب بلاي ستيشن ما بقتش بشوف كويس فخلاص هجيبهم مع العيال بقى. ارفع يا ارفع بس كده. فاهمك انا فاهم. بس عارف بقى هو الفكره ان انت بتتكلم مثلا عن كريستيانو هتلاقي ان هو لا هتلاقي يقول لك انا لو عندي 60 سنه واقدر ابقى اخد الشامبيونز ليج هاخدها. فاهم قصدي. ما ده عنده لطف. هو مش باصص للفلوس، هو مش شغال عشان الفلوس اصلا من الاول. هو شغال عشان يبقى حاجه ولما يبقى حاجه الفلوس تيجي لوحدها. عارف ما دي دي عقليه مختلفه. دي عقليه مختلفه عننا خالص بالظبط يعني ما بالظبط. فانت انا قصدي ان انت سهل ان انت تمبلمنت ده في حياتك. هي فكره ايه ان انا النهارده انا هحسبها ازاي. انا عايز ابقى ناجح مش هبقى غني. فاهم قصدي. بس يعني انا كنت عايز افضل شغال كوميكس. فالكوميكس بسيط يعني حدوته بتحكيها الموضوع بينتهي على كده. ما عرفتش اكسب من ده فلوس وما عرفتش استمر فتره طويله. يعني انا انا عايز احكي حواديت. انا مش عايز حتى الكاتب يديني قصه. انا مش عايز كده. انا عايز انا اللي تقول الموضوع عذاب نفس اللي هو جلد ذات بقى اللي هو انا اللي الف وانا اللي ارسم انا بحب كده. انا عايز لو بقيت غني كفايه ارجع اعمل ده بس. وانتج انا الكوميكس واديها للعيال حتى في الشارع ببلاش. يعني اشتغلت مع راجل مره كده كان اسمه الجنوبي. الراجل ده من اسوان وقال انا هنرسم جنوبي من اسوان. هو يعني مش هتوه. هو فعلا كده. وبعدين بيعمل ورقه كبيره كده ويطبقها فيها كوميكس فيها قصه حدوته كوميكس كامله على بعضها. يطبقها يحطها في بتاع قد كده ومعاها بونبونايه او لبانه او لعبه او حاجه ويبيعها ب50 قرش للعيال في الصعيد. دي حاجه انا كنت ودي اول شغلانه كوميكس اشتغلتها في حياتي. الله. وكنت حاببها بشكل. قال لي بص العيال في القرى وفي الصعيد وفي الحاجات دي بيحبوا يقروا مش زي بتوع القاهره. اللي هي بتوع القاهره قاعدين على تابلت خلاص هم عمرهم انتهى يعني. هو بالنسبه لي ما بيفكرش فيه. قال لي كل عايزين يقروا فانا هقدم لهم قصص يقروها. فكان بيعمل قصص مهمه جدا يعني قصص من التراث الاسلامي والتراث القديم والتراث المصري وكلها حواديت حلوه ويحطها في ورقه ويديها للعيال. قال لي انا معايا فلوس خلصها في الموضوع ده ومش هعمل ده تاني. خلص فلوسه وطبع الموضوع انتهى على كده. دي رساله دي ده جدا جدا والله العظيم. ده دماغ جامده جدا يعني. كنت بحبه جدا بس اكتشفت ان انا مش عارف اعمل ده الا لو انا غني يعني. فاهمك. يعني انا دلوقتي عشان اعمل انا كده وابيع كوميكس وبتاع لازم ابقى غني. صح مكلفه. فانا عايز ابقى غني الاول يعني. ابقى غني الاول بعد كده انجح بقى. زمان انجح ابقى غني انا يعني. صح والله معاك حق. هي فعلا حته ايه ان الجانب المادي ده اوقات بيخليك تاجل بعض حقير من الحياه والله العظيم. احقر جانب في الحياه الجانب المادي ده. والله العظيم. بس والله يعني بص اقول لك حاجه. هي انا اظن ايه يعني هو جانب من الحياه يعني اللوجيك بيقول ان الانسان لازم يتكيف مع شويه حاجات. فاهم قصدي. لازم انا فاهم قصدي. بس هي النقطه بقى ايه لو انت عرفت تتكيف
وفي نفس الوقت تبقى مبسوط. فدي ده مكسب يعني، ده وين وين، فاهم قصدي؟ اللي هو انا اقول لك اقرب حاجه لقيتها القصه دي ان انا ابقى شاطر. طبعا. يعني لو انت شاطر قوي في الكرافت بتاعك هتكسب فلوس طبعا هتكسب طبعا، مفيهاش كلام طبعا. وبعد كده الفلوس بقى انت اوريدي هتبقى بتكسب فلوس فانت مبسوط الموضوع هيمشي كده بالظبط. دي اسهل حاجه. وده كمان بيخليك انت تختار انت هتشتغل مع مين. يعني انت دلوقتي مثلا انت بتبتدي في الاول، اي حد بيقول لك على اي شغلانه بتروح، فاهم قصدي؟ سواء انت بقى ضامن انك هتاخد فلوسك او مش هتاخدها بتنطلق وربنا يستر تلعب وخلاص. مضطر، ما عندكش رفاهيه الاختيار اصلا. بالظبط. لكن لو انت بقى مثلا انت بعد سنه 2 3 انت شغال على نفسك جامد، فبقيت مميز، فبقيت مطلوب، فساعتها انت بتختار بقى انا هشتغل الشغلانه دي ولا لا. او بتحط شروطك حتى من الناحيه الماديه، لا والله انا بشتغل بكذا، فاهم قصدي؟ هي كده. مش عاجبك شد في حدك خلاص يعني بتتكلم لان انت بتبقى عندك من الخبره والثقه اللي يسمح لك ان انت تحقق فاهم قصدي؟ خلاص، ما انا اصلا عارف، انا بس انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف ايه الكواليتي انت طلعت شكلها عامل ازاي، فهو جاي لك عشان دي، فهو عشان جاي لك عشان دي هو هيدفع او انت هتنقي من كذا حد انت ايه اسلام قال لي نفس الكلام بالظبط، فاهم قصدي؟ فهي ايه اللي هو انت صعب تختار الا لو انت عند ليفل معين من الاجتهاد والشطاره، فالشطاره دايما هتكسب، يعني الاجتهاد دايما هتكسب، فاهم قصدي؟ مستحيل تبقى مجتهد وتخسر يعني، فاهم؟ مش فحته الاستمراريه دي بقول لك، العقليه اللي هي بتقول لك لا انا شغال حتى لو انا بقيت مين، يعني فاهم؟ دايما انا بفتكرها كده، فاهم بايه؟ بعمرو دياب، كريستيانو رونالدو، اللي هو ايه فكره ايه، ان انا رغم ان انا ممكن ابقى اغنى واحد في مجالي، اغنى واحد حرفيا، اغنى واحد في العالم، مفيش حد كريستيانو ناقص فلوس ده عنده بخت والله عنده بخت في سفينه عنده بحر عنده جزيره على فكره شفت عنده جزيره لما حصلت الكورونا راح قعد فيها اصيف شويه كده معلش يا ابن الكلب، انا عندي صندوق كمامات عنده جزيره، قال لك وانا البس كمامه انا اروح اقعد في الجزيره لوحدي يا كلاب، فاهم؟ فقصدي يعني ايه، رغم ان هو ممكن تبقى عندك كل الشهره اللي في الدنيا وعنده كل الفلوس اللي في الدنيا، بس هو ستيل عايز ينزل يموت نفسه ويجيب جون. الراجل ده مش عارف ايه، وعايز ينزل البوم كل صيف، ملوش دعوه هو كده، وهصغر اكتر، ماليش دعوه، انا مش هعجز يعني، هو قد ابويا، فاهم؟ بس هصغر وبينافس يعني، المشكله ان هو في ليفل المنافسه يعني ما نزلش، مش بيهزر يعني هو دايس على الناس عادي مكمل، مفيش مشكله. والله فعلا ده حقيقي. دي عقليه فعلا. اللي هو انت مثلا انت الصيف هتسمع مين؟ عمرو دياب مثلا، وهكذا. فهي دي العقليه دي حلوه جدا جدا، عايز اقول لك، وبتبي اوف قوي يعني، فاهم قصدي؟ ما تتخيلش مثلا ايه، اصل انت عارف اقول لك حاجه، احنا معظمنا كبشر فينا الحته دي، حته ايه؟ انا عندي فضول تجاه حاجه، فهو ده اللي خلاني عايز اتعلمها، فتعلمتها وعملتها، بعد كده طلعت حلوه والناس قالت لي برافو، عرفت؟ خلاص مش حاجه ثانيه عندي فضول ليها، شت داون خلاص خلصنا شوف حاجه ثانيه بقى. فلا هي، فانت بتيجي بص بقى، في ناس مثلا، في ارتست كتير انا بحب اتفرج على شغلهم، تبص تلاقي ايه، كل 3-4 ايام في سكالبتشر جديده، في سكتش جديد، في رسمه جديده، اسلام في براند جديد، في ناس قاعده في كوبايه جديده، كل يوم كل اسبوع مربط الناس اللي معاها دول مودين في اي حته، صح؟ بالظبط. اجتهاد ممتاز، عارف ليفل من الاجتهاد. بس دي حاجه يعني دي تعتبر سوفت سكيل اكتر ما منها. طبعا هي بس هي كور قوي، خد بالك، هي دي اصل انت، هو الناس يعني اوقات ايه، انت الباكج بتاعت الشغلانه دي، لو هتكلم عن المجال اللي احنا شغالين فيه، الباكج دي ايه، هو مش بس ان انا عندي معلومه تكنيكال وان انا راجل عندي ميول فنيه، هي حاجات كتير قوي، من ضمنها مثلا ايه، ان هو دلوقتي مثلا اقول لك حاجه، انت بره في شركات زي ما بقول لك كتير بقت بتدور على فريلانسرز، فانت مثلا النهارده انت مهما اشتغلت على نفسك وبقيت تنين، فاهم قصدي؟ بقيت جامد جدا، هل انت لا تستبدل يعني؟ لا تستبدل عادي يعني، بس هو بس انت ابسط حاجه يعني، خلاص بقى عمرو دياب بلا. فانا قصدي يعني ايه، اللي هو اي حد في الدنيا سهل يعني، بنسبه كبيره سهل ان انت تلاقي غيره ويعمل حاجه قريبه يعني، فاهم قصدي؟ فهي بس هي النقطه فين بقى، يعني انت بتشطر نفسك قوي لدرجه ان انت استبدالك يبقى صعب شويه يعني، مش قوي، مش مستحيل، بس يعني سنه. تاني حاجه بقى ايه، ان انا
ان انا اريح في التعامل من ناس تانية. فاهم اللي دي حاجه هو مهمه جدا، والواحد يتعلمها بالمرمطه. يعني تشتم في حتت كتير لحد ما ايوه فهم ان مش دي السكه يعني. ايوه صح. فحته ان انا راجل مثلا اما اخش شغلانه الناس تبقى مبسوطه وانا ابقى مبسوط، ومش ان انا حد اخش شغلي بتاع مشاكل. ايوه وعملنا ده كتير. ده لقب قاعد بيتعلم برضه يعني. فاهم زمان اول ما ابتديت كنت يعني بتكازلك. فاهم. لا هي تتعمل كده. انا فنان وفاهم انا بعمل ايه. بس يلا انت ساكت. ايوه فيعني حته ان انت تبقى في التعامل فاهم انت ازاي ده بيحل حتى يعني انت ممكن تعمل حاجه غلط في الشغل وبسبب ان التعامل معاك سهل الموضوع تعدي والدنيا تبقى لذيذه جدا. وممكن حد يبقى اشطر واحد في الدنيا بس لا يطاق، ودي بشوفهم كتير قوي يعني يغور الشغل معاهم. بالظبط والله لو ايه والله بقول لك حاجه يكشن اقفلها. بس انا جات لي مره شغلانه كويسه جدا. تمام. كانت شغلانه كبيره وعايزه ناس بترسم كتير. وابتديت ادور في الكونتاكتس على ناس بترسم. الناس ردت عليا كانوا فاضيين، ناس ما كانوش فاضيين، ناس مش عارف ايه، ناس حاجات كده. في حد واحد يعني من الالو انا قفلت السكه. بلاش بس خلاص. اللي هو انا عرفت البروجكت ده نضرب بعض في نص. والله العظيم حرفيا. فهو يعني ما اعرفش فجاه انا ما كنتش اعرف اي حاجه عنه خالص، ما كناش قبل كده. بس هي الالو وصلت. انا شايف بس على النت في الالو قفلني. خلاص يا لا يا باشا لا كل سنه طيب. انت ربنا يعينك والله. فده بيحصل يعني. ده بيحصل. فتخيل بقى بتبقى قدامك مثلا حد انت شايفه من فيرتشوالي كده على النت. انت شايف تالنت ممتازه، بعد كده نعمل كونتاكت بده نشوف الكلام ايه، نبص نلاقي يا نهار ازرق. لا يا باشا ربنا معاك. انا عرفت انت ليه. انت ليه لسه في انت ليه هيك عارف. صح. دي نقطه كريتيكال قوي. حتى لو اتنصب عليك على فكره عادي يعني. عادي اصل اتسرقت عادي، كلنا اتسرقنا عادي يعني. مش موال لسه ليه فلوس والله قد كده. ربنا يرجعهم العمر يا رب. هم عارفين نفسهم. وانا بوجه رساله دي من موقفي هذا للشخص اللي مش مسامحك. ولو حد ليه فلوس عندي معلش هقبض. هي جمعيه ودايره بالظبط. فعارف يعني هي زي ما بقول لك هي باكج. فانت ما تقدرش تاخد بالباكج دي مثلا السكيل والمش عارف ايه وخلاص تقفل على كده. مش هتشتغل، مش هتدور. لازم كل الحاجات تبقى بتستوعبها. بس طبعا يعني عارف هو الكلام في الموضوع ده من النقطه دي يبقى سهل. بس انت لما تيجي تتحط في الموضوع تلاقي ان ده انا اتعلمت السكيل دي اتعلمتها في شغلانه سنتين مثلا. عرفت ازاي اتعامل مع النوعيه دي. ايوه بالظبط. او لما حد يقول لي كذا يبقى دي كده كذا. يعني الانديكيشنز بتاعت الشركات عارف. لو انت ما تخش شركه تشوف الاستراكشر معين تفهم ده رايح فين. فاهم قصدي. ده استراكشر بتاع شركه بتطلع ولا بتاع شركه بتنزل. انت بتلقط دي كمان طبعا. لا انا ما عنديش هذه الخبره خالص في الشركات. بص هو في حته في ميزه وعيب في حته ان انت شايف شركات. العيب ان انت يعني نفسيا مؤثره جدا والله العظيم. فبالذات ان انت اصلا انت شغلانتك شغلانه مزاج. عايز تبقى رايق وتقعد كرييتيف. عايز تبقى كرييتيف. فانت مش عارف تبقى كرييتيف وانت معمول كده. فاهم بالظبط جدا. صعب قوي. فاهم. فهي في ده العيب يعني. ده العيب في الموضوع. بس الميزه بقى ان انت بتفهم الضغطه دي بتعلمك كتير جدا وبسرعه جدا. بالظبط. فانت بعد كده لما بتبقى في بروجكت دورك فيه مانجيريال بتبقى بقى شايف حاجات غيرك مش شايف. اللي هو انت عارف اللي هيحصل. وحتى لو انت اشتغلت مع ناس يعني. انا حصل معايا موقف كنت بعمل شغل لشركه في المانيا. فالسوبرفايزر اللي بيكلمني هناك حد جامد قوي. وفي البافتا اللي هي بتاعت البافتا اووردز عضو في البافتا. حد راجل عنده تاريخ عظيم يعني. راجل عنده 67 سنه ولا حاجه. انا بتكلم معاه وكده وهو هيبقى سوبرفايزر بتاعي في الشغلانه. فانا بتكلم معاه. فانا بقى حكيت له ان انا عملت ده في مصر. يعني كنت سوبرفايزر في مصر وواجهتني مشاكل شكلها كذا وحصل كذا. فقال لي انا مبسوط ان انت مريت بالتجربه دي لان ده هيسهل علينا حاجات كتير قوي في الكوميونيكيشن مع بعض. لان انا ان مثلا ايه يعني زي ما كنت بقول له ايه ساعتها. بقول له مثلا الشغلانه انا يفرق لي جدا ان انا اعرف مين المسؤول عن وجهه النظر الفنيه بتاعت الشغلانه عشان اعرف اكلمه. نعرف نبقى الايند مع بعض فاعمل له اللي هو عايزه وننجز.
ما اقعدش بقى اخلي دول يشتغلوا وبعدين اعرض على الاداره وبعدين الاداره تقول كذا ونقعد نهري في الهري بالظبط. الاسود اللي انا عايش فيه. بالظبط. اللي هو انا يهمني جدا ان انا افهم الارت دايركشن ايه ومين المسؤول عنه، ونتكلم فيه مع بعض عشان انا اقدر انجز اديله اللي هو محتاجه والشغلانه تخلص. ايوه دي مشكله عندي كبيره جدا. انا دايما لما باجي اشتغل في شغلانه ويكلمني حد من عندهم اقول له انت اللي بتاخد القرار الفني ولا حد غيرك؟ بالظبط. فيقول لي لا ده حد غيري. اقول له طب انت بتكلمني ليه؟ يعني خلينا واضحين كده، انت بتكلمني انت ليه يعني؟ بالظبط. بس اصلا كلامي معاك ملوش اي هدف وملوش اي لازمه لانك هتوصل لي وجهه نظر من وجهه نظر. بالظبط. طب ما تخليني اتكلم مع الراجل دايركت بالظبط بحيث ابقى انا فاهم وانت بعد كده تبقى ايه مرسال بتاع تظبط حاجات بس انا ابقى فهمت منه. بالظبط كده. ده عمره ما حصل. يعني ما بعرفش. هقول لك حاجه، احنا عندنا في مصر مثلا على اللي انت بتقوله ده، المرسال ده ده اللي بيبقى ايه في الشركات يعني. انت هو اكونت مانجر بس هو بيعين نفسه ارت دايركتور. دي كارثه. كارثه سوداء. او بروديوسر. كارثه سوداء. انا فيها حرفيا دلوقتي يعني حاجه مش فاهم يعني ايه بروديوسر اصلا. يعني البروديوسر بره ده يعني ايه بروديوس اصلا؟ وظيفه البروديوسر دورها ايه في العمليه دي؟ ده راجل ممكن يكون عنده كونتنت اصلا، ده حد مثقف قوي وفاهم قوي ودارس قوي وعنده كونتنت. ده ممكن يكون مخرج. ماشي. فاهم قصدي؟ يعني مثلا في مخرجين كبار قوي بره، مخرج تقيل اللي هو يعني كلاس ايه في هوليوود مثلا، تلاقيه داخل بروجكت از بروديوسر. ماشي. فاهم قصدي؟ ليه؟ لان الفيلم بيتكلم عن حاجه هو فاهمها كويس قوي، فهو يخش بروديوسر. ليه؟ دوره ايه بقى؟ يعني عارف زي مثلا اقول لك يعني اقرب مثال يبقى ممكن الناس تبقى عندها فكره عنه زي ايه مثلا، زي مثلا كيفن فاجي بيعمله في مارفل، ان هو المسؤول عن السينماتيك يونيفرس اللي هم عاملينه، بس كل بروجكت يجيبوا له دايركتور. فالراجل ده هو عنده رؤيه، هو فيجنري، هو شايف الموضوع يروح فين من الناحيه اللي كانتاج تجيب فلوس وتبقى ما اعرفش ايه ونتوسع وبتاع فنيا مظبوطه عنده فيجن ممتازه جدا. هو ازاي اسخر الكوميكس دي احولها لعالم سينمائي يجيب فلوس، وفعلا عمل طفره رهيبه جدا جدا. فاهم قصدي؟ بالظبط. هو يستحق اللي هو فيه. فاهم قصدي؟ بس هو بقى ايه الفرق بقى؟ ان انا لما بجيب مثلا اعمل بروجكت النهارده مثلا احنا هنعمل افنجرز، فاحنا جبنا روسو براذرز هم اللي يخرجوا. بكره عملنا مش عارف ايه، فجبنا المخرج الفلاني اللي هو عنده فكره عن الكالتشر دي فيعرف. فالمخرج يجي بقى ساعتها يدير الفيلم. بس الدنيا دي البروديوسر هو اللي شايف كل حاجه، هو اللي بيركب كل حاجه، بيحط كل حد في حتته. بالظبط. فده البروديوسر الصح، ده شغلانه البروديوسر الصح. هنا في مصر الموضوع مش كده. هنا في مصر انا بعمل صاحب الشركه. بالظبط. اللي هو انا هجيب واحده فاهم شكلها كويس شويه، خريجه جامعه من اي 3 حروف، تعرف تقول 3 كلمات انجليزي ورا بعض. احنا النهارده ولاد عندنا شغالين فاهم. انا بشتغل بي دي ام، انا بشتغل سي دي اف، اي حاجه اي هري تقولوا انا مصدق. ماشي، ما هي حلوه برضه، انت لازم تصدق يعني. عندي لها يعني انا مقتنع والله. والله ما معاك حق والله. عندك حق والله العظيم، فنيا انت صح. رايحه فين النهارده؟ ايوه 011 اي بتنجان بقى فاهم. فهي قصدي ايه، ان هو يعني البوزيشن نفسه، لا ده الشغلانه دي اسمها ده كوردينيتور، ده مش بروديوسر. اللي انتوا بتشتغلوه ده كوردينيشن، اللي هو ايه، ابعت ايميلات، اوصل الارتست بالكلاينت، اكلم السوبرفايزر اقول له ما اعرفش ايه بالظبط. لكن ما يكلمنيش في فنيات يا جدعان. بالظبط. لكن ما تجيش تقول لي اصل انا الكلاينت قال لي انا لا حبيبي هات لي كلاينت. هات الكلاينت تعالى نتكلم. بالظبط. فالبوزيشنز عارف داخله في بعض. وبعدين دي اكبر ازمه في البرودكشن نفسه، لان انت عارف هي بالعقل كده. انت راجل النهارده فاهم انت بتعمل ايه، فعشان كده انت شغال فيه. يعني من الاخر صح. هو ما حدش هيجي لك كارتست يقول لك اعمل لي الحته دي الا اذا كان هو شايف ان انت تعرف تعملها. ما هو مش رامي فلوس في الارض، فاهم قصدي؟ فانت اصلا اشتغلت اللي هو ايه باي نيتشر كده، انت راكب في البروسيس دي في مكانك. فما حدش يعرف يعني، مش زي بالظبط كده. ايه مش عارف اشتغل حد في شركه بتاعت جرافيكس بالواسطه. ما هو اصل هو فيها ما فيش. اشتغل في شركه بترول، اشتغل في بنك بالواسطه، لكن مش اشتغل في شركه ارت بالواسطه. اصل هو يا بتطلع ارت ما بتطلعش، ما فيهاش هري دي. بالظبط. ماشي انا جبتك يا عم، انا جاملت حد وجبتك بالواسطه. طيب وبعدين تعمل ايه بقى؟ اتصرف بقى انت نفسك. هو نفسه هيمشي. فاهم قصدي؟ مش ماشيه. لكن فانت في البروسيس دي زي ما بقول لك انت راكب في مكانك صح 100%. اللي بيخش دخيل على البروسيس دي هو اللي بيقرفك. ليه؟ لان انت مش في مكانك يا باشا، او حضرتك مش في مكانك. فاهم قصدي؟ انت دلوقتي بتشتغل وظيفه انت مش فاهم الوظيفه دي المفروض تعمل ازاي. والمانجمنت هي السبب في هذه العركه اللي ملهاش لازمه. فانا ما جابش حد فاهم يسهل الدنيا، جاب حد بمواصفات تانية بالظبط. جاب حد مش في محله. انت مش المفترض اصلا ان هي تمشي كده. وما ينفعش استوديو يبقى مثلا 5 تنفار
تبقى فيه 9 بروديوسر. انت ايه انت بتهزر ليه يا معلم؟ بيجيبوا شغل، هات شغل، هات على قد انك هو الكل كلاينت بروديوسر معاه يشتغل. هات يا باشا شغل. هي تقف هنا عندنا جبت شغل، حصل ايه بقى جوه مني للراجل مش بقى، قصتك طلع اعمل حكايه بالظبط، مش قصتك. هات بقى، هات سوبرفايزر، هات ار دايركتور، هات اي حد يليد هو عمليه التعامل مع الكلاينتس دي، هو اللي يقعد مع الكلاينت، لان هو هيبقى فاهم هو بيبيع للكلاينت ايه، وفاهم ايه اللي ينفع يتعمل واللي ما يتعملش. صح. البروديوسر ما يعرفش اصلا. اصل يا فرحتي انا كبروديوسر مثلا ابقى انا ما اعرفش اي حاجه عن الكرافت نفسها، ما اعرفش عنها اي حاجه، فانا الكلاينت يقول لي والله احنا عايزين نشيل اللي مش عارف ايه ده ونحط مكانه ايه، نشيله يا باشا. فطبعا عينيا ده بقى. طب ماشي، انت قلت ده بناء على ايه؟ ايوه صح. خد يا باشا ده. تخيلت ازاي ده ينفع اصلا؟ فاهم قصدي؟ فهي مش كده يعني، مش ماشيه بالحب صح كده، والله العظيم صح. فاهمني؟ او ان انا اروح للارتست بقى ايه اللي هو مثلا ايه الابيوز بقى، الحته بقى الابيوز بقى، انا لازم نستلم دي عشان انت والكلاينت وادي الكيبورد اهي. هي مش كده ما خدتوش من 6 شهور. خليهم 7 بالظبط. هو معلم، هو مش فرد، مش عقاب، هو مفيش كده خالص يعني، فاهمني؟ فبقول لك يعني، عارف حتى انت يعني النقطه بتاعت الكلاينت النظيف ده اللي هو تلاقيه بقى ايه، هو بيديك بقى الوقت ويخلي اللي يتعامل معاك ده بيتعامل في كذا وده بيتعامل في كذا. طبعا يعني قصدي ايه، انت مثلا بره بتلاقي حد مثلا جه كلمني، الحد ده هو يعرف ينقي بورتفوليو. يعني ايه يعني، هو قدامه كذا ارتست، هو يبقى عارف ان ده الفوكس بتاعه على كذا، فده ينفع في البروجكت وده ما ينفعش، مع انه ممكن يبقى اشطر بس ده يفيد وده ما يفيدش. هو فاهم دي كويس قوي، فهي دي شغلته. فلما يخش يتكلم معاك في بروجكت ويتفق معاك على حاجه، هو دوره هو عارف ان انت في الكومفورت زون اصلا وهتطلع الشغل ده وانت مستريح، فخلاص كده نظبطكم، السلام عليكم. اتفق معاك، السلام عليكم، بالظبط. هو دوره انتهى هنا. اللي يبتدي يتكلم معاك بقى في اي حاجه فنيه بعد كده حد تاني خالص، حد بقى مسؤول عن الموضوع ده او فنان. يعني انا عمري ما شفت بروديوسر في نص شغلانه بيتكلم في الشغلانه بره. هو بيوفر رسم في الحل اللي يتكل على الله وينتهي دوره على كده. بالظبط، هو دوره فعلا، هو ده فعلا دوره وهي شغلته كده. ما انا اقول لك عشان المشكله هنا في ايه، ان هو برضو بيفضل حاطط نفسه حلقه وصل ما بين الناس اللي هتدفع الفلوس والناس اللي بتعمل الشغل. هو بيفضل حاطط نفسه في النص، فانت في الاخر لما تيجي تعرض هو اللي هيعرض عشان هو في النص. لا فلما يعرض يقول له لا والله بدنا مش عارف، والله ما ينفعش يعرض حتى، ما ينفعش، مش شغلانته، فاهم قصدي؟ فهي في مسكونسبشن رهيب في مصر في الحته دي. وده راجع لايه؟ ما هو ده مش هيحصل لو انا كمانجمنت فاهم ده. وفي اماكن على فكره عامله كده، يعني في اماكن لغايه النهارده ما جابتش بروديوسر، يعني هو عارف ان البروديوسر ده وجع دماغ، هو نفسه بيعاني منه. يعني هو كصاحب شركه لما بيتعامل بقى مع ايجنسيز بره بيعاني منهم اصلا. يقول لك تلاقي الايجنسي مصدره له بروديوسر معين عارفه في نفوخه، فهو عارف ان ده ما ينفعش في الشغلانه دي. يقول لك لا ده انت يا معلم انت هتبوظ لي الشغل، او انت هتخليني هتستعجلني فطلع حاجه وحشه، او هتبطئ الموضوع، او هتطلب طلبات ما تحصلش، او هتعدل تعديلات مش في الخطه. فاهم قصدي؟ هو بيبقى فاهم ده، فيقول لك لا انا ما اجيبش الراجل، بس ده بيبقى حد شاطر يعني، حد اصلا هو فاهم هو بيعمل ايه. ناس تانية لا مش فاهم القصه ماشيه ازاي، ف المنظر الوجاهه المظهر العام شيء عندنا بيحصل برضه اننا هياكلوا وشنا في السوق. بالظبط، مش لازم يا اخي كده ييجوا يملوا علينا المكان، احنا قاعدين كده. ايوه، وانا برضه نفس المشكله مع اكونت مانجر، يعني بيتعبوني نفسيا شويه. بالظبط، اكونت مانجر بقى، بروديوسر، بزنس ديفلوبمنت، مش عارف هو احنا غالبا يعني هنعمل حلقه تانية نشوف بقى حصل ايه في كاريرك عشان احنا ما لحقناش. ماشي، لان خلاص الوقت خلص. تمام والله يا ابني انا مبسوط والله يعني العظيم انا اكتر. انت يعني انا والله ما عارف اقفله بالده. والله العظيم القعده معاك احلى من احلى حاجه في الدنيا. الله يكرمك يا حبيبي، ربنا يخليك. يعني لازم نعمل كده تاني يا ريت. الله بس والله العظيم انت المفروض تعمل بودكاست لوحدك. يعني حد يسمعنا بس. انت والله العظيم تعمل بودكاست لوحدك، انت تقعد بس كده ايه تفند لوحدك. والله تصحى الصبح تمسك المايك وتشتغل. تقبض عليا التاني الواد اللي عمال اللي بيقولوا ده هتوف. يلا الحمد لله ماشي، يلا بينا. الناس ما تعرفش برضه ان انا وانت من نشأنا في منطقه واحده. ايوه في الشروق. أيوة. فاحنا دلوقتي هنروح نشرب عصير من عند احمد. ايوه وننسى كل هذا الحر عشان تحررنا جامد. نستعيد نشوفكم بقى في السيزون اللي هو الرابع.
ان شاء الله السيزون الرابع، هي دي اخر حلقه في السيزون الثالث. لا في لسه تاني بس يعني انت هتيجي الجزء الجديد اكيد عشان نقول إن انت شاء الله. يعني اشتغل يعني انت احنا ما لحقناش نقول صح، نتكلم صح. في الارت بقى شويه. نتكلم في الارض أيوة، بدل بدل النميمه دي. نتفنا ريش وده في الفاضي. ان شاء الله. ماشي، سلام يا جدعان حبيبي، باي باي.